اتأذيت نفسيا انت بس من المدربين؟ هم شايفين ده صح على قد فكرهم، انا بعمل اللي هيريح ده. خسرتك ناس؟ في وقتها في دماغي وقتها هعملها، بس دماغي بتاعت دلوقتي مش هعملها طبعا. انا في ثانيه الا ثانيه قلت له ايه ده ايه ده ايه ده، ورحت ضارب بنزين وطاير. انا ده. انت الشخصية دي تفتكر ان كان موقف ينفع يحصل ان هو خد موقف بسبب الموضوع ده، الفاظ وشتيمه وانا ما سمحتش بده. ما بتوطيش انت بس مخلص لأي انا حاجة؟ مش هينفع اقعد واحد شتيم لامه وقلت له مهم. ازاي اللعيب ده بيلعب هنا. ليه لعيبة الكورة ما بتروحش للدكتور نفسي؟ انا بروح دكتور نفسي عشان بقيت مجنون اكتر بكتير من الاول بجد. المدربين اللي محتاجين يروحوا دكتور نفسي لدكتور نفسي يعني. كلهم كلهم. هو شخص فاشل ما عندوش اي هدف في الحياه، قاعد بس ينقد الناس وخلاص. انت مستفز يا باسم. هو انا كلامي بيطلع للناس اللي هو اللي انا مستفز، بس انا مش مستفز، انا بتكلم عادي. هو انا دلوقتي بستفزك في حاجه؟ الناس عايزه اللي يبان قدامهم مكسور، ما بتحسش بلحظات ضعف؟ بس ما يجيش عليا حسام حسن، بس انا احرف. حصل كلام شديد شويه والفاظ، فخلاص بقى ما نفسي مين اللي هيسكتني في الوقت ده. ايه رأيك في تعيين جون ادوارد مدير رياضي؟ بص انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. بس نادي الزمالك مش حقل تجارب يعني، مش هفضل اجيب الناس لا بس معلش، انت بتعتبر نفسك من ولاد نادي طبعا الزمالك؟ طبعا. مين من لعيبه الدوري دلوقتي تحس ان هي محتاجه تروح لدكتور نفسي؟ باسم مرسي، لما بتشوف تصرفات اللعيبه دلوقتي وبتشوف تعامل الادارات معاها، ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ ان الادارات عايزه تمشي الموقف ازاي. هل اللعيب ده جامد هنسيبه، او لعيب ضعيف هنذبحه، محتاجينه يعني نعدله الموضوع ونخلي الموضوع ناخده بشكل تاني خالص ونوصله للناس والميديا بطريقه، عشان احنا عايزين اللعيب جامد. لكن لو لعيب الجمهور بيهاجمه والناس جوه لعيب مش في احسن حالاته دلوقتي، لا احنا هنحقق بقى، نعمل بقى العقوبات بتاعتنا والغرامات بتاعتنا ونذبح اللعيب. تفتكر الاداء او اللاعب نفسه اسمه بيفرق في حاجه زي كده؟ طبعا. اي لعيب جامد مطلوب، النادي بيعمل له الف حساب. طب ده بيعمل مع باسم مرسي ايه؟ يعني باسم مرسي ليه تصرفات كتير خلينا نقول بوضوح ان هي ممكن تكون ما عدتش. اكيد. طب هي ما عدتش مع باسم عشان باسم اداؤه ما كانش افضل حاجة، ولا ما عدتش مع باسم عشان باسم اصلا ما بيعديش لحد حاجة؟ لا عشان الناس دايما بتهاجم باسم. طب ليه الناس بتهاجم باسم؟ ما عشان هي الناس شايفه ان انا اي حاجه بعملها مثيره للجدل. طب مقارنة باللي هم بيعملوه واللي انت كنت بتعمله؟ لا انا عمري ما اعمل اللي هم بيعملوه دلوقتي، مستحيل. عمرك ما تلاقيني مثلا في مكان مثلا سهر، مم. وعمرك ما تلاقيني مثلا يعني الحمد لله مع حد مصور انا وحد مثلا منظر مش تمام. ما تلاقيش انا اخري كنت بعمله ايه، تصريح مشكله في مع مثلا مدرب مثلا، عندي وجهة نظر معينة عايز اقولها، بس ده اقصى حاجة انا عملتها. تفتكر مش متابع مثلا زي اللي هم خدوها وحولوها وعملوها ظبطوها على اللي هم عايزين. مهم. بس ساب المعسكر ومشي، ودي مش حقيقة طبعا. انت هي الحاجات دي انا بكلمك بتتكلم على على حاجات، موقف كوبر. انا بكلمك على المواقف في العموم، انت سألتني فانا بقول لك ايه اللي انا كنت الناس شايفه انا بعمله غلط. هل ده في احساس لباسم بالظلم؟ هل في ظلم لباسم؟ طبعا انا اكتر واحد اصلا الناس جت عليا وافترت عليا. عارف ليه؟ مم. عارف ليه الناس دايما بتظلمني وبتيجي عليا؟ عشان دايما الناس عايزين اطلع بحبكم، انا مظلوم، انا غلبان، انا الناس جايه عليا، واطلع اتكلم بكهن. لكن انا بطلع اتكلم بكل شجاعه وبكل قوه، موقف برد عليه. انا شخصيتي طبيعه شخصيتي كده،
انا شخصيتي شخصيه قويه، ما بحبش ابان ضعيف، انا مش هطلع ضعيف قدام الناس. انتوا عايزين الشخص يبان ان هو ضعيف ويبان ان هو مسكين قدامكم عشان ولا ده صعب علينا. انا ما بصعبش على حد، مش عايز نصعب على حد انا. مم. لا، انا برد بالموقف نفس اللي حصل معايا، برد بنفس صدى الموقف. يعني انت عملت معايا موقف جامد، لا هرد عليك بموقف اجمد. كنت انسان معايا محترم، هبقى انسان معاك محترم. يعني انت باسم بتكون رد فعل مش فعل. عمري ما كنت فاعل، عمري ما غلطت في حد. يعني مثلا انا عمري ما رحت لحد مثلا بدأت كلام معاه اللي انا غلطت فيه، انا دايما مم. رد فعل. طيب. مش معنى كده انا ملاك، انا مش ملاك. لا، ما انا عارفك. انا بقول لك انا مش ملاك، اكيد ليا اه. اخطاء. اه. بس انا ما وصلتش لمرحله اللي انا مثلا ايه اعمل جريمه زي اللي بتحصل يعني الفتره دي. مم. بيحصل دلوقتي بيحصل بلاوي. ايه رأيك في اللي بيحصل دلوقتي بالنسبة للمواقف او التصرفات بتاعت لعيبة الكورة اللي هم يعتبروا يعني ناس عندها اسم كبير، عندها شكل، بتلعب في أندية كبيرة، بتشوف ده عامل ازاي؟ بص، انا عمري ما هاجي على لعيب، ما خلينا بس متفقين. ماشي. لعيب غلطان، لعيب مش اه. غلطان، انا مش هاجي على زميلي ومش هقيم زميلي. ليه؟ هقول لك ليه. قول هقول لي. لك ليه. قول لي ليه. انا اكيد في ناس بتغلط، واكيد في ناس عندها اخطاء، والناس دي عارفه ان هي اخطأت. بس هما في ناس تحاسبهم، في ناس وانا ما بحبش برضو موجة ايه، واحد غلط فالناس كلها بتذبحه، فانا كمان عشان ابان ان انا جامد فاطلع كمان اذبحه. لا، انا راجل رحيم بالناس. انتوا بتذبحوا مثلا لو حد معين، انا هطلع اقول له انت كده غلط بس بطريقتي. مم. مش اللي انا همشي معاكوا في في ناس اصلا بتهاجم ناس معينه عشان في ناس بتهاجمها، مش عشان هو عمل غلط ولا هو ما يعرفش حاجه، هو بهاجم عشان ايه؟ الموجه ماشيه في الهجوم، مم. فهاجم بقى فلان ده. لا، تفتكر جمهور الزمالك ما وقفش معاك زي ما انت واقف معاهم؟ بص، انا جمهور الزمالك هم لهم عندي حب كبير وانا بحبهم، وبقول كده بره الهوا وجوه الهوا. قصه وقف معايا او ما وقفش معايا، بس انت كنت دايما بتراهن على جمهور الزمالك. طبعا ولسه برانا لحد دلوقتي ان هو اعظم جمهور في الدنيا. تفتكر في مواقفك وتصرفاتك او في الحاجات اللي انت كنت بتعملها، هل وقف جنبك زي ما انت كنت لا، شايفه؟ هو الناس اتصورت لها صوره معينه خلت جمهور الزمالك ان هو ايه، دافع عني كتير جدا لفترات معينه، بس بدأ يوصل له بعض الحقيقه الغلط، الحاجات الغلط اللي هي ايه، ان باسم مثلا ساب معسكر ومشي، ان باسم عمل معسكر خناق مثلا في المعسكر، ان باسم، فان في ناس بتقول لك لا ده انت بقى احنا وقفنا معاك مره واثنين وثلاثه، حتى لو الكلام ده مش حقيقي. مهم. بس انا والله العظيم يا كريم، انا ببقى ماشي في الشارع مثلا بعربيتي مثلا في اي حته في مصر، الاقي راجل كبير، راجل كبير جميل طالع لي من شباك العربيه بيقول لي احنا بنحبك وانت مش عارف انت كاركتر يا باسم. ايه، لا انت ياما فرحتنا ياما نيمتنا مبسوطين. فدي عندي بالدنيا، لا الاطفال الصغيره جايه احنا مهم. بنحبك جدا مش عارف، احنا بنقلدك بنقلد ستايلك مش عارف ايه، انت كنت جامد قوي، انت كنت بتجيب اجوان مش عارف فين. ادخل اي مكان في مصر الحمد لله الناس زملكاويه، اول ناس بيجروا عليا يتكلموا معايا يا كابتن طب مش عارف ايه، فدي عندي بالدنيا. طب خليني اسالك على رقمين، معرفش الرقمين دول، منهم رقم انا ساعدتك فيه، رقم 10 اه، ورقم 22. 10 في الزمالك. بص، 10 في الزمالك اول ما رحنا انا وانت، ما كان شيكا مش موجود، مهم. ما كانش رقم 10 مع حد، فكان وقتها مستر مرتضى منصور، فقلنا ايه هناخد رقم 10 انا وانت. جه كابتن حسام ابراهيم، ما حدش عارف الموضوع ده خالص اصلا. جه كابتن ابراهيم حسن اتكلم معايا قال لي اصل الكابتن احمد عيد وراجل كبير ومش عارف يعني، قلت مهم. له كابتن انا خلاص خدت الرقم، بس احتراما للكابتن احمد عيد راجل كبير، لعيب كبير ولعيب قديم وكده، انا خلاص. قال لي طب انت عايز رقم ايه؟ في كذا، في رقم كذا ورقم كذا، هو اتعامل معايا بشياكه قوي قوي مهم. قوي كابتن ابراهيم حسن في الموضوع ده. مهم. فهتختار رقم كام؟ فاخترت انا وانت 17 صح. وبس. ده تفتكر ان حوار. الرقم ده عمل لك مشكله ان انت اتصورت بيه وكنت عايز لا تاخده وعمل لك مشكله؟ لا لا، انا بص في وقتها كان عندي تحدي من نوع تاني خالص، ما كنتش عايز اركز في ارقام، ما كنتش عايز اركز في كلام ده، انا كنت عايز اركز اللي انا عايز اوصل لهم للناس، يعني انتوا مش جايبين لعيب قليل، مم. او انتوا مش جايبين لعيب هيبقى يجي كده ويمر مرور الكرام زي ما بيقولوا يعني. مهم. لا، انتوا جايبين لعيب يعمل تاريخ،
يبقى هو اللي انتوا بتبنوا عليه الفرقه اصلا. مهم. وده بالفعل حصل الحمد لله. طب ورقم انا 2 لحد اللحظه اللي قاعد معاك فيها دي انا الهداف التاريخي رقم 15 نادي الزمالك على ده حقيقي. مر تاريخه، وقعدت 4 سنين بس. ده حقيقي. طب ورقم 22 رقم 22 كان حصل مشكله عليه كبيره جدا. انا كان الكابتن ابو تريكه بيلبس 22 في المنتخب، فجمهور الاهلي شايف ان انا ما استحقش البس رقم 22. مش عارف مم. ليه برضه، يعني ليه ما استحقش البس رقم 22؟ انتوا عندكم لعيب اصلا كان الكابتن ابو تريكه اعتزل، وكان في لعيب بياخد رقم 22. طب ما تهاجموا اللعيب اللي عندكم، بتهاجمونا انا ليه؟ مهم. يعني انا ما ينفعش البس رقم 22 في المنتخب واللاعب اللي عندكم ينفع يلبس رقم 22؟ مم. بس طبعا انا مش بتكلم على اللعيب بس، انا بتكلم على عقليه الجمهور. يس يس. حصل بقى المشكله من هنا، رحت جاي بقى انا متصور بقى ارنولد في الشطه وانت اتخانقت معايا يوميها وقعدنا فتره ما نكلمش بعض. ده حقيقي. بس انا كنت صغير برضو خد بالك، يعني انا كان في الوقت اللي كان عندي كام 20 سنه 21 سنه. مهم. ف... فحصل بقى ضجه كبيره والناس خدت الموضوع بشكل تاني ودماغي يعني انت كنت عايز توصل بسرعه. اه. هل ممكن تعمل موقف؟ بس انا بنيت على كده. اه. يعني انا ما عملتش لقطه واختفيت، انا عملت لقطه ساعدتني لناس كتير تعرفني، بدل ما كان مثلا 1000 واحد بقوا عدد كبير عارفني. بس في نفس الوقت بنيت على ده. مم. بنيت عليه ازاي؟ رحت اشتغلت تعبت، خدت، كنت من هدافين الدوري، خدت الدوري، خدت الكاس، مهم. لعبنا، خدت كاسين 3 بعد يعني فعملت، جبت مثلا بتشوف 53 ان جون انت مع نادي الزمالك. بتشوف ان انت تستحق ان انت تاخد الرقم ده، ايه المشكله؟ هو مش يعني حصر على لا حد. هو لو حصر على حد كانوا هم شالوه اصلا، جمدوا الرقم. يعني انت ما خدتوش استفزاز لجمهور الاهلي؟ لا انا لو خدته يبقى خدته شرف ليا ان انا بلبس رقم من كابتن محمد ابو تريكه. مم. ده بالنسبه لي يكفي ان انا بعد كابتن محمد ابو تريكه انا لبست رقم 22. ده بالنسبه لي حاجه محترمه جدا يعني، عشان انا بحب الراجل ده. اصلا بيطلعوا يقولوا انا ما بحبش ابو تريكه، مش عارف ازاي والله العظيم. الناس بصراحه يلا. الدايره اللي كانت حواليك في التوقيت ده، انا كنت يعني واحد من الدايره دي اللي كانت حواليك. بتشوف ان الدايره دي ساعدت باسم، ولا الدايره دي اثرت على باسم بالسلب؟ لا بص وقتها مش انا عايزك اثرت. تبقى براحتك. لا والله مش وقتها مش اثرت اصل انا في حاجه انا عارفها عنك، بص ان انت اصحابك والناس اللي منك دي حاجه يعني الناس ما ايوه انا بحب تعرفهاش، اصحابي انت جدا، بتحبهم جدا حتى لو هم مش افضل حد. دي حقيقه. بس بعض الاحيان ده ممكن يجي خد على بالك ده باسم. الموضوع ده ظلمني كتير في انديه، هو ان ده انا عامل عصابات وشلل هو ده. انا مشكلتي اللي انا ايه، كريم عنده مشكله انا بحل له المشكله، مهم. حد تاني عنده مشكله انا بحل له المشكله، انا بعرف احل المشكله. مهم. فالناس بتشوف اللي انا بعمل لها حاجه كويسه فبيتلموا حواليا بيحبوني عشان انا جدع انا جدع مع اصحابي. يعني انت عارف انا جدع مع اصحابي، انا عارف ده جدا. وعارف ان انا الحمد لله لو في ايدي خدمه اخدم حد هخدمه. فالناس بتبدا تلم حواليا، فكان بقول لك باسم بقى عشان بيمشي معاه 7 8 9 فاهم. مهم. انت يعني ما تحبش والله تبقى لوحدك يا باسم، صح؟ والله ما بحبش ابقى لوحدي، بس انا بحب اساعد الناس. انا مثلا لو انا وحش، لو انا انسان مش كويس، الناس مهم. هتلم حواليا هيقعدوا معايا، مش هيحبوا يقعدوا مش معايا. ممكن يكونوا ملمومين حواليك عشان انت باسم مرسي؟ كلهم بيلعبوا، اي لعيب. حد بيتلم حواليا بيبقى جامد جدا في الكوره. مم. مش اللي هو ما بيلعبش مثلا وبره السكور مثلا فجاي بقى عامل شله اللي مثلا على المدرب، لا. مهم. كل الناس في لا بس انا بتكلم الاسماعيلي. على الدايره انا بقول لك في على الدايره اللي الناس ما تعرفهاش، مش دايره اللعيبه، دايره وانا الاصدقاء. هاجي لك للدايره دي. الدايره بتاعت صحابي دول انا كنت عندي صحاب كتير جدا، مهم. ولسه ما زالوا صحابي لحد دلوقتي. بس انت عارف بقى الحياه والدنيا، فكل واحد هم كانوا قاعدين معايا في بيت واحد. انا عارف كان عندي بيتي وهم كانوا قاعدين معايا فيه قبل الجواز وقبل الكلام ده. خلاص الحياه بتفرق، مش بتفرق، الحياه بتبعد شويه، ده بيبقى ليه شغله وده ليه شغله. وما كلهم دلوقتي ما شاء الله عليهم احمد مهندس، وعبد الله شغال في مدرب في السعوديه، مهم. واينو عنده ما شاء الله ملاعب واكاديمي وعنده حاجات كتيره شغال فيها ومازن صاحبي ده اخويا يعني حبيبي، وعندي صحاب كتير تانيين يعني، بس مش عايز انسى حد. بس كان الناس دي اللي كانوا قاعدين معايا دول، في منهم ناس انا مثلا ما كانوش ممكن يكون شايفين وجهة نظر صح وقتها، مم. فكانوا بيقولوا لي مثلا اعمل كذا. هم شايفين ده، حاجات مش طبيعيه. هم شايفين ده صح على قد فكرهم، او على قد هم عايزين بيحبوا باسم فعايزين ينصحوا باسم، بس ده غلط. اثروا على شخصيتك؟ لا انت عارفني، مفيش. لا انت عارفني. انا برضو في الاول والاخر يا كريم انا بعمل اللي انا عايزه، مم. انا بعمل اللي هيريح ده.
وقتها ده كان صغير. يعني موقف التيشيرت بتاع 22 والفلفل ده كان اختيارك انت ولا كان اختيار حد من كان الدايره اللي اختياري حواليك؟ كان هم اختياري ساعدوك. وهم ساعدوني. اللي بقى ننزل جاب له قرن فلفل. والله أوكي. العظيم ما كانش في قرن فلفل اصلا احمر. فرحنا شاريين، يس. قلت لهم طب ما تيجي نجيب، انا برضو مم. الشيطان دماغي بنت لذينه، قلت اه انا عارف. لهم طب ما تيجي نجيب قرن فلفل بتاع اللي هو اللي بيحطوه على الضوافر بتاع البنات، اللي هو الاحمر ده. اه انتم وتعالوا ولونوه. طبعا انا دي بشرف. دي اول مره اعرفها دي. انا بشرف، انا بقول وهم بيعملوا. يعني انتوا جبتوا قرن فلفل وعملتوه اخضر، ما كانش اخضر. فيه احمر. اه وعملتوه بالمانيكير. بقى عملناه بالمونيكير بتاع البنات. وقلت لهم بقى هاتوا فرشه صغيره عشان ما يبانش ان في نقط كده. فنزلوا وعملوا لونا وبتاع، وتصورت الصوره. الصوره دي كانت قاتله. الصوره دي كانت قاتله بصراحه. خسرتك ناس. اكيد خسرتني ناس، وكسبتني تاني ناس تانية اكتر بكتير، اللي هم قربتني من جمهور الزمالك أكتر. جمهور الزمالك قربتني منهم. بس مهم. برضو اللي انا باكد لك عليه، اللي انا ما عملتش الحركه واللقطه لو واختفيت. ترجع بالزمن تعملها هعملها. تاني؟ وقتها في مم. دماغي وقتها هعملها، بس دماغي بتاعت دلوقتي مش هعملها طبعا. طب ليه ما فكرتش في فكره ان الملعب هو اللي ممكن يوصل باسم، مش ما كانش أرض، عندي مش وقت. قرن ما كانش عندك وقت. انا مستعجل. مم. الملعب كده كده كان هيوصلني، بس انا مستعجل قوي. مم. فاهم قصدي؟ مم. فدي هتقربني، هتخلي في الناس تعرفني. طب ده ما بيلعبش ليه؟ ده فين؟ طب في ضغط الجمهور. عملت حاجات شبه كده كتير صح؟ عملت حاجات كتير اه. طب ما تقول لي كده عملت ايه تاني؟ انا في مواقف عارف بس مش هينفع اقولها، بس يعني. لا قول لي والله، لا لا فكرني. لا مره زمان وانا كنت مم. صغير، انا برضو انا كنت شقي، انا كنت دماغي برضو، انت عارف ان انا اه انا دماغي عارف. بنت لذينه. انت كنت بكمل الساعه 6 الصبح. اه عارف داخلين بنزينه، كنت انا والشله اللي بقول لك عليها دي برضو. احنا ما كانش معانا فلوس خالص، وانا عربيه تفصل، مش عارف اعمل ايه. فالراجل حط لي بنزين وتمام فاحنا بقى اصحابي لسه هيقولوا له ايه بقى، طب احنا ما فيش مكنه نسحب ATM نسحب منها. مهم. انا في ثانيه الا ثانيه قلت له ايه ده ايه ده بص في ايه هناك، ورحت ضارب بنزين وطاير. والناس بقى بتوع البنزين قعدوا يجروا ورايا، كانوش يعرفوا مين مش ده. عارف. احنا ما حدش ما فيش. كانش حد يعرفني، انت فاهم. وخدت العربيه ومشيت. هما بيجروا ورايا، هما برضو الناس كانت انهي بتجري عربيه؟ ورايا. كانت الكيا. كانت الكيا الحمراء. الكيا الحمراء. وبصوا الناس طايره ورايا. بس رحت رجعت لهم الفلوس، يعني سحبت فلوس ورجعت لهم. بس انا كنت بعمل يعني بنهزر بنضحك يعني، مش بتخاف من ربنا انت بس. الحمد لله انت عارف. انا عارف. انا بس ليه الحاجات دي باسم ما بتظهرش؟ يعني ليه الحاجات دي ما عشان بتبانش؟ الحاجات دي يعني أنا ليه دايما الناس شايفه باسم الصدامي اللي بيعمل مشاكل، اللي ما بيحبش حد يجي عليه، الحاجات دي بص ليه والله، ده اللي دايما موجود؟ والله يا كريم عايز اقول لك حاجه، الحاجه دي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. مهم. انت عارف ان انا الحمد لله بفضل الله ان انا ملتزم يعني، طول مم. عمري بصلي الحمد أنا لله، عارف. ماليش في الجو أنا عارف. اللي بعض الناس كتير عارف بتاخد الصوره اللي هي الايه، اللي على الفيسبوك وعلى الانستجرام ولا على تيك توك، اي حاجه، اي منصه عندي ولا حاجه، الناس هو ده الشخص بيكون فكره في دماغه ان ده، لا الراجل ده مش سهل، ده بيشوفوا الشعر، بيشوفوا اللبس، بيشوفوا الحاجات دي، يقول لك ده. لا ما انا ما عادش بعمل شعر دلوقتي خلاص. صح، بطلت الموضوع ده ليه؟ ما ده دلوقتي بقى المميز، تخيل ان انت ما تعملش. ان انا ما بعملش حاجه. مم. زمان الناس ما كانتش فاهمه قوي يعني ايه استشوار، ويعني ايه اعمل بروتين، ويعني ايه اعمل خصل صفراء وحمراء وزرقاء. يس. انا برضو كنت جاي من بيكم بقى وفاهم، انا دخلت بيتك انا عارف. ورونالدو بقى اللي انا هو عارف. بينزل شعرها في مانشستر يونايتد اه بقى. فانا برضو جاي بدماغ بحب الشعر الابيض ومش عارفه ايه. الحاجات دي باسم بتديك قوه، اصل في حاجات نفسيه الناس ما انا تعرفهاش. ده، مش انا لسه من شويه بقول مم. لك، ذكرت لك بعض الناس، مم. قلت لك الناس دي انا بحبها عشان هم حقيقيين. مم. انا عايز ابقى حقيقي، انا مش عايز ابقى مزيف، انا مش عايز ابقى ابان للناس بصوره طب ده بيعمل مع باسم ايه؟ وانا بصوره تانية خالص. نفس- انا باسم ده هو باسم اللي في الشارع، هو مم. باسم اللي في البيت، هو باسم اللي بيتكلم قدام كريم. انا ده. مم. انت ممكن تقبلني كده او ممكن تقبلنيش، دي حاجه بتاعتك. تفتكر ان الناس ولا انا لازم اطلع اضحك على آه. الناس؟ انا ما بحبش اضحك على الناس، ما بحبش أضحك. انا ده، انت الشخصيه دي؟ انا الشخصيه دي. طب الشخصيه دي باسم كان ممكن يروح بيها للاحلام اللي كان عايز يعملها؟ فاكر احنا كان عندنا احلام كتير. ولا الشخصيه دي
على الطالب باسم. بص شخصيتي دلوقتي بتاعت المجال بتاع الكوره والرياضه والكلام ده، ما اعتقدش لو انا بالدماغ دي في الكوره مهم. وقتها دلوقتي، لا كنت رحت حته اللي انا كنت عايز اروح انا وانت زمان. يس. لكن انا زمان ما كنتش عارف يعني ايه اصلا اعمل نظام اكل، مم. كنتش اتقبل اصلا الفكره، مم. مش عارف يعني ايه جيم، مم. يعني ايه مكملات، مهم. يعني ايه تجيب مثلا ساعه تقيس لك النوم والتمرين والريكفري، ما كنتش اعرف. لكن انا من خلال مثلا من 5 سنين ولا 6 سنين فاتوا بقيت اعرف، مهم. بقيت اعمل نظام اكل، بقيت اظبط جسمي، بقيت اهتم بالريكفري. بس الوقت اللي انا جيت اهتم فيه محدش عايز يديك فرصه فيه، مهم. محدش. زمايلك اللي كانوا في نادي الزمالك ما ادولكش الفرصه دي؟ ماليش دعوه بزمايلي، انا بتكلم على على الانديه وعلى قصدي على المدربين. مهم. ان كل مدرب عايز يجي عايز يقول انا عايز اطلع لعيب، انا مش عايز اسماء، بس انت كنت مش عايز اتكلمت لعيب قبل كبير. كده على فكره ان في لعيبه، كان انت كنت هترجع الزمالك وفي لعيبه وقفت في دي حاجه الموضوع. تانية، بس انا بكلمك في الفكره بتاعت اللي احنا دلوقتي اللي انا ايه، انا وغيري. على فكره دلوقتي في مشكله كبيره جدا يا كريم. دلوقتي احنا اللعيبه الكبيره كلها، شوف كام لعيب كبير بيجي له عروض معينه، او ساعات مم. ما بيجيلوش عروض، او ساعات بينزل يلعب درجه تانية. مهم. كتير جدا. طبعا. ليه؟ عشان المدربين بداوا بيخافوا. المدرب يقول لك انا مش عايز لاعب اسم، انا عايز لعيب يا صغير. ما بيعرفش يسيطر عليك مثلا. بالظبط كده، يا اجيبه ممتاز به. بس بتفتكر ان اوضه اللبس، انت يعني انسان ما ينفعش حد يسيطر عليه في اوضه اللبس، بتعمل مشاكل، بتروح طب اخر متاخر؟ مشكله سمعتها ليا وانا في اوضه اللبس امتى؟ اي حد امتى وانا في اوضه اللبس؟ هل في مدرب مشاكل ما طلع بتطلعش مدرب مثلا؟ طلع اشتكى اللي انا بعمل مشكله في اوضه اللبس. هل مثلا عشان احتفلت بهدف نادي الزمالك دي مثلا كانت مشكله؟ دي اه دي مثلا كانت مشكله، دي كانت مشكله. دي كانت مشكله، دي عملت مشكله مع المدرب. تفتكر ان ده كان موقف ينفع يحصل من لاعب ينتمي لفرقه تانية؟ لا بس عايز اقول لك حاجه، لعيبه مصر كلها يا بتشجع الاهلي يا بتشجع الزمالك. امم. انا عملت لقطه برضو حقيقيه قوي، انا مبسوط بفوز الزمالك على الاهلي، لا امم. شيء طبيعي جدا. هل انا مثلا اما اجي قدام الزمالك مش هموت نفسي؟ لا بموت نفسي. هل ده تتابع لفكره 22 لا وتتابع لا هي نفس بص الدماغ؟ بص لا، انا بالنسبه لي انا مش مشجع للنادي الاهلي، وده ما يقلش من النادي الاهلي ابدا. امم. انا تشجيعي لهم مش هيزودهم ولا هينقصهم، بس انا ما بشجعوش، امم. لكن بشجع نادي الزمالك. المدرب ذات نفسه بيبقى لعيب في نادي الاهلي ولعيب في نادي الزمالك، وبيروح يمسك مثلا اي نادي تاني وبيلعب الاهلي والزمالك. امم. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما انا احتفل بجون بتاع قعدت اتكلمت فيها مع المدير لا 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 الفني؟ لا ده هو المدير الفني وقتها ان انا عرفته، يعني ان هو خد موقف بسبب الموضوع ده. امم. بس ما قلتلوش ده اصلا. انا ببص انا ما بتكلمش مع مدير فني في اي حاجه. انت عايز تلعبني لعبني، مش عايز تلعبني ما اصل انا تلعبنيش. عارف دي عنك، انت ما انا خلاص بقى بتحبش انت بتحبش تروح لحد. لا مش هروح طبعا. طب ليه؟ هل مثلا ده كان ممكن يحل لك مشاكل وازمات كتير، هو ما انك قاليش تروح هو ما وتقعد قاليش هو انا عرفت وتتكلم؟ بعدها، بس هو ما قاليش. حتى هو لو ده كان انا ما كنتش هروح له. لا سيبنا من الموقف ده، مواقف تانية كتير مثلا، رحت مثلا في مكان وما توفقتش، ما لعبتش مثلا في سموحة، انت كنت مثلا مش افضل حاجة، ما ما لحقتش، ما انا قعدت لحقتش. شهر مهم. ولا شهرين، حصل مشكله فمشيت. ما قعدتش اتكلمت قلت مثلا يا جماعة طب ادوني فرصة؟ طب كده هي الفكرة، انا لا عايز ما اعرف دماغ ينفعش باسم اقعد امشي بتفكر عشان ازاي. انا وقتها كان حصل الفاظ وشتيمه مهم. وبتاع، وانا ما سمحتش بده. اتقال مفيش. لي اتقال لي بعدها بيوم تعالى احنا رايحين نقعد مع الكابتن كذا 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 وهنحل المشكله. مهم. 7 لعيبه. مهم. قلت لهم يعني نعتذر للكابتن، قلت لهم قولوا انا ما للكابتن بعتذرش. لو في حد يعتذر يبقى انت تعتذر للعيبه اللي انت شتمت امهاتهم. باي. رحت جاي قافل ومكمل نوم. كنت نايم ساعتها، كان لعيب كلمني. ما بتوطيش انت باسم خالص لاي لا حاجة. مش هينفع اقعد واحد شتم امه وقلت له مهم. ازاي يعني؟ مستحيل. مهم. بس تقول يعني الدنيا في كلها الكوره قصاد في الكوره امي. ساعات بيحصل نرفزه وبيحصل كده. على فكره في حاجات بعديها، بس الحاجات اللي هي الطبيعيه الشرعيه اللي هي انا اسمح اعديها. مم. اللي انت مثلا مدرب يوجهك بعنف شويه طبيعي، انت فاهم. المدرب يقعدك احتياطي طبيعي. اه... ما تنزلش خالص، تطلع بره السكور مهم. عادي جدا. طب ما انا طلعت بره السكور مع مدربين كتير، مع الكابتن هيثم شعبان طلعت بره السكور، فتحتش بقي. عايز اكلمك على بابا فاسيليو. قعدت 6 ماتشات بابا فاسيليو، مم. رحت يعني البنك. انت ما لعبتش مع بابا فاسيليو كتير، الا انك دايما حتى بيني وبينك مثلا دايما بتتكلم عليه مثلا بشكل كويس جدا. مثلا بيفرق معاك عقليه المدرب؟ لو عقليه لا المدرب او شكله او طريقته
مش جايه مع باسم، او باسم حاسس لا ده انا عندي اكتر، انا كباسم فاهم اكتر منك، ما بتعرفش بص تتعامل؟ انت لو رجعت الماتشات اللي انا لعبتها مع البنك الاهلي، من اجمد الماتشات اللي عملتها في مسيرته في الكوره اصلا. مم. الراجل جه قال لحد في الجهاز الفني بتاعه ازاي اللعيب ده بيلعب هنا. مم. جه الراجل وقف معايا مع الراجل اللي هو قال لي انت مختلف. مم. ايه اللي وصلك للمرحله اللي انت بتلعب في الانديه يعني بتلعب في الانديه دي؟ مم. اول ماتشين 3 لعبتهم مع البنك الاهلي. مم. بتعرف تتعامل يعني مع هو الراجل الاجانب كان اكتر من شايف ان انا المصريين؟ عقليه. ده اللي انت عايز تقوله؟ لا هو كان شايف ان انا عقليه ذكي جدا، مركز جدا في شغلي، مم. بنفذ له اللي هو عايزه بالسنتي بالحرف. بس انا قابلني سوء توفيق كبير جدا 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 مع البنك الاهلي، وده من احسن الانديه انا لعبت فيها. مم. بادارته بالناس الموجودين فيه، ناس محترمه جدا. اما لعبت عندهم انا لعبت 3 ماتشات واتصبت. جالي زي حطيت عملت حاجه كده في الركبه، زي خشونه زايده، فبتاخد لها حقن حاجات كده، مم. لعبت كوره عارفها يعني. مم. جه كسبنا ماتش بيراميدز، انا ما كنتش بلعب والراجل حقاني جدا، فادى الناس اللي كانت بتلعب مم. وكمل. واحنا كنا بننافس على الهبوط، فالناس كسبت تكسب 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 تكسب. انا ما زعلتش، وانا كان بيقابلني سوء توفيق كبير جدا، خد بالك معاه. انت فاهم قصدي؟ مم. بس انا بحبه جدا الراجل ده، بصراحه مدرب شاطر جدا جدا. انا مدرب بجد، مدرب شاطر. انا دايما حتى واحنا بنتكلم حتى يعني مع بص بعض دايما بتقول لي ان هو مدرب كويس قوي. اتنين، بقول لك اتنين، طب هو ليه ما وكابتن نجحش؟ هيثم شعبان. ليه ما نجحش في مصر؟ مش لا نجح. لا بس يعني ماشي ماشي اخر مواقفه يعني ماشي ماشي من من المحله مثلا، المحله ماشي بتنزل. ماشي. واللي بعده ماشي من المحله بتعمل ايه؟ بتنزل. واللي قبله كان ماشي من المحله بتنزل، واللي قبله كان ماشي من المحله بتنزل. هو مش أي مدرب. مم. لا مش أي بس يعني مدرب. هل عقليه المدرب دي مثلا ممكن تفرق بشكل او طب ما باخر؟ انا اقول لك يعني حاجه، يعني انا عارف ان هو كان في انت الاتحاد. عمل تيم كويس في الاتحاد. طيب ماشي بينه التالت الدوري، كسب 7 ماتشات تقريبا وخسر 3 ماتشات. مشي مم. ازاي؟ مم. اقنعني. مم. اتظلم. حاجه تانية، راح البنك الاهلي، فرقه كانت بتنافس على الهبوط، قعدهم في الدوري بنتائج، بفرق كبيره كسبها زي بيراميدز مثلا. مم. عايز اسالك على حاجه، ناس كتير ما بتحبش تتكلم فيها. ليه لعيبه الكوره ما بتروحش للدكتور نفسي؟ انا بروح دكتور نفسي. احكي لي. بص انا اصلا الفكره من الاول، من كتر الضغوطات ومن كتر ان الكوره والماتشات والضغط وال3 نقط، طب والمكسب، طب بتنافس على الدوري، طب فرقتك بتنافس على الهبوط، الحاجات دي كلها بتعمل عندك، بتخليك انت مش مع الوقت بتخليك انت مضغوط. مضغوط وعندك ضغوطات ومش عارف ايه، فلازم تحكي اللي جواك لحد، مهم. وحد يعرف يفيدك. مهم. انا فتره جيت، طبعا انا مهاجم فيرود، فبيحصل لي عدم توفيق كبير جدا، ودي اكتر حاجه ممكن تخليني انا اتضايق نفسيا وبتعب نفسيا. على طول انا في دماغي اللي انا عايز اكسب وعايز اجيب اجوان وعايز احقق ارقام وجت فتره عليا في الزمالك. انا اول الموضوع ده يعني كان معايا في الزمالك رحت امتى اول مره؟ من زمان. تفتكر امتى؟ طبعا مع كم كنت تلعب فين؟ كنت بلعب في الزمالك في بعد تاني سنه على طول. مهم. ماتش معين، حاجه معينه حصلت؟ حصل لي اصابه، مهم. اصابه في ركبتي بعد تالت سنه. مم. مش تالت سنه، حصل لي اصابه في ركبتي، جات لي بتاع في السنه دي 4 مرات. هي اوكي. السنه اخر سنه ليا في الزمالك مهم. تقريبا يعني. انا مش عارف اخف، مش عارف العب، مش عارف اعمل حاجه. كل ما اروح لدكتور يوديني لدكتور تاني، اروح لدكتور يوديني لدكتور تاني. اوكي. مره كنت عند دكتور دكتور علاج طبيعي عادي بقى عشان الاصابه؟ مهم. بس مره كنت عند دكتور كده حسيت ان انا مخنوق وعندي ضيق نفس ومش عارفه ايه فرحت للدكتور قلب. الكلام ده اول مره احكيه في حياتي. فقال لي كابتن قلبي إيه، انت ما شاء الله قلبك كويس جدا وانت رياضي والدنيا معاك زي الفل يس. وبتاع ومش عارف. قلت له لا انا بحس ان انا متضايق ومخنوق وبتاع. قال لي يا كابتن انت نفسيا تعبان، لازم تطلع الضغوطات دي وتحكي، تروح لحد تحكي له
مين دكتور نفسي. تمام خلاص رشح لي دكتور وانا رحت. اول ما قال لك دكتور نفسي حسيت ايه؟ هو انا مجنون ولا حسيت لا ده بص عادي انا ولا كنت مجنون يعني بس بعقليتك؟ انا كنت مجنون بس مراتي كانت معايا. انت عارف مراتي ان هي حد يعني شاطر قوي بيفهم وعارف الموضوع ده مم. شيء طبيعي. مهم. قعدت تقنعني ده شيء طبيعي جدا عادي، اصلا الانسان الطبيعي لازم يروح دكتور نفسي، ده حقيقي. مش شرط تبقى مريض عشان تروح ده حقيقي. للدكتور. ده حقيقي. تمام تمام يا دكتور خلاص تمام ماشي من عنده. قال لي طب قيس بقى في جهاز بره، قيس السكر بتاعك في الدم. قلت له اوكي. تمام قيست السكر. السكر في الطبيعي بيبقى كام؟ لا ما عنديش معلومه. انا مثلا لقيته مثلا يعني وقتها كان مش الطبيعي، هو فوق الطبيعي بكتير. ب10 مرات. اوكي. انا طبعا قلبي انا عنده سكر يبقى كل عندي ده من السكر. اوكي. سيبت الدكتور بقى ورحت للدكتور تاني، رحت عملت تحاليل في مركز اشعه كبير يعني، اوكي. ومستني بقى التحليل اخدها امتى؟ تاني يوم. تخيل بقى انت اليوم ده قاعد طبعا موهوم. انا قضيته ازاي. فطبعا نفسيتي تعبت اكتر اوكي. لحد بقى ما مراتي يعني جابت قالت لي يا ابني سكر ايه، انت السكر بتاعك زي الفل ووترتنا وتعبتنا. قالت لي الجهاز ده بيبقى الاجهزه الصغيره دي ممكن تعلي السكر عشان بتبقى في وقتها بس ممكن بالظبط تكون كده. اكل حاجه فتعلي لك بالظبط كده. السكر في توقيتها. فالحمد لله طلع برضو الحمد لله الدنيا كويسه وما عنديش حاجه وبتاع. اوكي. فقررت بقى ان انا لازم اروح للدكتور نفساني. اوكي. انت بتروح بص هو في دكاتره لها طرق كتير قوي. خبط على ركبتك لا والحاجات لا دي. انت بتروح للناس اوكي. مثلا كانت بتقول لك بتجيب الوان كتيره قوي 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 اها. وتقول لك اختار منهم الوان مثلا، ويجيب لك حاجات تانية يقول لك اختار منها عشان يعرف شخصيتك عامله ازاي. بتحب اوكي. الغامق، بتحب الفواتح، اوكي. بتحب مش عارفه ايه. فالدكتور بيكون شخصيه شخصيتك من الحاجات اللي انت بتقعد تختارها دي. اوكي. فما شاء الله عليا اخترت كل الغوامق انت فظيع. والله العظيم. فهو قال لي قعد يحلل لي شخصيتي ومش عارفه ايه وقعدت احكي انا بقى إيه اللي مضايقني وايه. انت بترتاح. اوكي. فرق معاك؟ فرق معايا طبعا. لسه لغايه دلوقتي بتروح؟ فرق معايا. لا دلوقتي ما بروحش. ليه؟ عشان بقيت مجنون اكتر بكتير من الاول بجد ماشي بس هو دلوقتي ما بروحش عشان انا لو ما عنديش هو فرق ضغط. معاك لا لا ما بجد كملتش انا ما ليه؟ عنديش ضغوطات انا مش دلوقتي مش انت دلوقتي مفيش ضغوطات خالص؟ انا ما فيش هي الحاجه الوحيده اللي بتعمل لي ضغوطات في حياتي الكوره. اوكي. الكوره انا ما بلعبش كوره دلوقتي. انا بقى عملت اخر حاجه كنت في الجيش ما بلعبش دلوقتي لسه. أوكي. ان شاء الله اروح نادي تاني ان شاء الله. فانا مرتاح ولا بفكر ان انا اجيب جون بقى ازاي، ولا بفكر بقى ان انا هكسب الماتش الجاي امتى، والمعسكر الجاي بقى واقعد افكر قبل الماتش بقى واتخيل النتيجه السيناريوهات. ما فيش الكلام ده كله. كرة شغلانه صعبه جدا. انت عارف كرة شغلانه جداً. صعبه بس الناس بتفكرها سهله. جدا. فانا دلوقتي ما بروحلوش. بس كنت يعني يعني كنت لما ببقى كويس اما بروحش ارجع اتعب تاني واروح له. رحت له على فترات طويله يعني بعد مشكله سموحه دي رحت له برضه. اوكي. يعني انت بتروح بس لما يكون في انا اكشن. سموحه دي عارف ان انا كنت على قمه الهرم في الزمالك ونزلت لاخر فرقه في الدوري. نفسيا فرق معاك طبعا. انت معلش انت في الزمالك فجاه رحت اليونان، فجاه حصل لك مشكله الجيش، فجاه رجعت سموحه عملت مشكله، فجاه قعدت في البيت سنه. خلاص لازم تعمل اعاده تاهيل تاني لنفسك. مع الدكتور ده عملت كده الحمد لله. رحت الانتاج رجعت. كان نفس الدكتور ولا دكتور تاني؟ هو هبديك اسمه بعد ما اخلص. انا محتاج برضه اروح. انا بقول لك انا كنت بروح بس انا بروح في الطبيعي. لا انا كنت بروح على طول. وبعد كده مشيت بقى في الانتاج كويس جدا، جبت 10 تجوان. رحت سيراميكا، رحت المقصه جبت 13 جون. بدا الزمالك بدا يكلمني تاني، بدات كل الانديه ترجع تكلمني تاني. رحت سيراميكا بدات كده يعني. مين من لعيبه الدوري دلوقتي تحس ان هي محتاجه تروح لدكتور نفسي؟ انا قلت لك مفيش كلام على لعيب. لا اصل دي حاجه احنا متفقين ان هي حاجه عاديه. مش انت شايف ان هي حاجه عاديه ولا حاجه مش عاديه؟ انا شايف ان حاجه عاديه بس هم ممكن انا بروح وانت هم بتروح. ممكن يشوفوها حاجه مش عاديه. الناس دي ممكن تكون برضو بتروح. هم ممكن يشوفوها حاجه مش عاديه. طب لو هنفترض ان هي حاجه عاديه، تفتكر مين محتاج يروح لدكتور نفسي؟
ما هو دكتور نفسي مش لازم اكون انا عندي مشاكل، ممكن انا بروح مثلا عشان افرغ الطاقه اللي جوايا، اتكلم معاه مثلا زي لايف كوتش، حد مثلا بيعدل لك تفكيرك، بيقول لك مثلا على معلومه، بيقول لك مثلا على طريقه اكل، بيقول رحت له برضه. روح. رحت اللايف كوتش برضه. ماشي، بس قول لي مين من لعيبه الدوري ممكن محتاجه تروح عشان تبقى افضل؟ هو والله كويس بص، بس عايز يبقى افضل. بص انا ما بحبش اجيب سيرة حد، والله ده مش عشان ده ده حاجه، ده كلام ده كلام ده صدقني، مش ما انا ما بعيبش في حد، بس هي مش انا عيب، هي مش عيب ممكن اقول والله ما لك عيب. ممكن اقول لك مدربين. لا قول لي لعيبه الاول. لا في كتير والله، بس انا مش قادر اقول بصراحه. عادي، اصل دي حاجه عاديه، احنا ما بنقولش ان ده حاجه ان انت مثلا انسان مجنون فمحتاج تروح لدكتور نفسي، انت محتاج تروح لا انا لحد مش عايز اذكر اسم حد في البرنامج معاك، دي حاجات هو خاصه بيه هو، انا ما اجيبش اسم لعيب مهم. مثلا اقول لك ده هو يروح، معلش اعفيني من الاجابه بتاعت اللعيبه، ماشي. معلش. طيب مين من المدربين محتاج يروح لدكتور ايوه نفسي او لايف كوتش؟ شكرا. انت صايم بس ما. انا صايم، بس صايم صيام متقطع مش صيام عادي، يعني عامل صيام متقطع كده، باكل بس بصحى من النوم بعد 4 5 ساعات على ما اكل، ممكن اكل. اتفضل. عارف يا باسم، انا لما بشوفك دلوقتي وبشوف باسم اللي اعرفه من 13 سنه ولا 14 سنه، فرحان بيك بجد والله العظيم، فرحان حبيبي، باللايف ستايل اللي انت عايشه دلوقتي. حبيبي كيمو. مهتم بنفسك، مش فارق معاك اللي بيحصل حواليك، الحاجات دي كلها بصراحة مهمة. بس انا بص، هنعيش الحياه كم مره؟ ده حقيقي. هي مره. آه، مرتاح انت كده باسم صح؟ انا مرتاح الحمد لله. اقول لك بس الصيام المتقطع عشان ننصح الناس بقى، ندي الناس يلا نصيحه. اديني. انا بعمل نظام اكل معين، نظام غذائي معين يعني. اوكي. اكتشفت ان انا اول ما اصحى من النوم، في ناس عندها الفطار ده مهم جدا، مهم. هو انا عندي الفطار مهم جدا، بس انا اكتشفت بقى اول ما اصحى من النوم مثلا اقعد بعدها مثلا 5 ساعات ما تاكلش. اوكي. يعني مثلا تبقى واكل انت بالليل مثلا، يعني اول حاجة اول بتقوم من النوم اول حاجة بتعملها ايه؟ ما بعملش حاجه خالص، بصلي واقعد ما بعملش حاجه. اوكي. بروح بقى تمرين، بروح اي ولا حاجه. حاجة، مية بس وخلاص؟ ميه مثلا تشربش ميه، قهوة؟ لا ما بحبش اشرب قهوه على معده فاضيه. اوكي. لكن النظام ده نظام حلو جدا، اكتشفت ان هو بيحرق دهون جامده جدا، مهم. بيعلي الحرق، بيعلي حاجات يعني حاجات تانية في انا حاسس ان جسمك. انا في بودكاست على القناة التعليمية، اقسم والله بالله. العظيم اقول لك حاجه بقى، الحاجات دي مهمه جدا للناس، احنا مهم ان احنا نطلع مم. نقول للناس حاجه كويسه. كمل. فالنظام الغذائي ده مهم جدا 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 للناس، مهم. ابعدوا عن السكر، اوكي. ابعدوا عن العيش، مهم. ابعدوا عن الحاجات المياه الغازيه كلها. مش بقول لك احرم نفسك بقى ما تاكلش بقى، كل بس كل يعني حاجات ايه مفيدة، حاجات حاجات صحية. مفيده بس. انت اللي واعملوا. حاطط البرنامج نفسك ولا حد اللي عامله كان لك؟ معايا حد صاحبي مدرب بتاعي اللي بيمرني، اياد مين؟ الشكرا، اياد. كان حاططهولي وانا خدت رايه في اللي قلت له انا بص، اصل انا برضو ايه، انا عارف جسمي محتاج ايه، انا وصلت للمرحله ان انا عارف جسمي محتاج ايه. اصل الجسم زي العربيه، عارف انت ممكن مثلا تحط العربيه مثلا 80 يس. 92، لو عربيه هتحط لها 95. اللعيبة دلوقتي بتعمل الكلام ده بس. لا مش كله. اتكلم انت بقى على ما كلنا شويه. لا انا عايز اعرف، المدربين اللي محتاجين يروحوا ده الموضوع ده شاغلني جدا، المدربين اللي محتاجين يروحوا دكتور نفسي لدكتور نفسي يعني. كلهم. مم؟ كلهم. اوكي. كلهم والله العظيم. مين اكتر حد؟ كم مدرب في مصر؟ لا في كتير. تشيل منهم 2 3 والباقي كله لازم يروح لدكتور نفسي، ليه؟ عشان يعرفوا يتعاملوا مع اللعيبه، ويحترموا اللعيبه، مهم. ويقدروا الكلمه مع اللعيب، وما يكذبوش على اللعيب، مهم. وما تنافقش بس. اتأذيت نفسيا انت بس من المدربين؟ يعني انا رايح جاي على الدكاتره قدامك اهو. مم. جيت في يوم كده حسيت يعني ان انت تصرفاتك مثلا او رفضك للي هم بيعملوه هو او تصرفاتهم معاك هي اللي وصلتك
لحالة الرفض دي، لحالة ان انت بتطلع تتكلم عليهم دول بالشكل ده؟ بتحس بالظلم ده؟ بص اقول لك حاجه، كام لعيب عايز يطلع يتكلم الكلام اللي انا بقوله؟ مم. تخيل كام لعيب. قول لي انت. 90% من اللعيبه ان هم قرفوا خلاص مش قادرين، بس هم يا عيني ما عندهمش قدره ان هم يطلعوا له كده. مم. بس بجد اللعيبه واصله لمرحله زهق. كل اللعيبه في الكلام اللي انا طلعت قلته قبل كده على المدربين كلهم بعتوا لي، معظمهم والله مم. العظيم عندك حق، والله العظيم كل اللي انت بتقوله عندك حق فيه، مم. بس احنا ما نقدرش نقوله. مم. هل كده انا بطل وواد جامد ومش عارف؟ لا، بس انا بقول الحقيقه ومش محتاج منهم حاجه، خد بالك، ولا بعيب فيهم على فكره. على فكره ما في مدربين مثلا زي كابتن ناسم شعبان ده، جميل هيثم صديقي، جميل. شخصيه محترمه جميل. جدا وراجل شاطر جدا جميل. جدا، وراجل متعلم تدريب صح وبيمرن ومش واخد، والله ما واخد حظه. مم. كابتن هيثم ده لو هو راجل بتاع، عارف انت اللي هو ايه، 3 ورقات زي ما بقول، هشتغل كل يوم في نادي ويمسك ده ويسيب ده، وزي الناس اللي بتعمل دلوقتي يروح هنا بس هو راجل بتاع شغل. مم. ماسك دلوقتي، هو طلع الجيش، اتمنى له مم. التوفيق ان شاء الله. اتفرجوا عليه، هيعمل حاجه كويسه جدا. بصوا فرقته بتلعب كوره ازاي. مين المدرب اللي بينجح في مصر؟ المدرب المصري اللي بينجح في مصر ايه نوعه؟ اللي عنده علاقات، مم. مش الشاطر. في مدربين طبعا، بص في مدربين كويسين يا كابتن كريم في مصر، جامدين، مم. كويسين، بس عايزين فرصه. الشباب فين يعني؟ معلش، الناس بتتمرن بقالها 20 سنه، 25 سنه. بتشوف ازاي الانتقال بتاع من نادي لنادي 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 بتشوفه ازاي؟ ماشي، بس انا اقول لك الجزئيه دي الاول بتاعت ايه. انت مدرب بتمرن بقالك كتير قوي 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 قوي، مش عايز برضو الناس، احنا في 2025، فالناس عماله تتطور، واحنا عمالين طب ليه؟ انتوا يا جماعه لازم تتطوروا. اول الشباب ياخدوا فرصه بقى، سيبوا الناس الصغيره تاخد فرصه. مهم. اكيد جايين بعقليه جديده، سيبوهم بقى يمرنوا. في ناس كتير يا شباب كويسه على فكره. في يعني كابتن علي ماهر مثلا، قلت عليه قبل كده، راجل شاطر. كابتن هيثم شعبان كان من الناس القديمه اللي انا اتمرنت معاه وبعتز جدا بيه. مهم. كابتن مختار، مع انه مشاني من بتروجيت وبعد كده رجع مرني في الانتاج بتاعه، راجل شاطر. في بقى شباب كتير، في احمد عبد الرؤوف عجبني جدا في المحل، محترم. قدم كرة كويسه. حد يقول لك إيه، طب ما هو مدرب هبط. كويس. يعني انتوا لو رحتوا جبتوا واحد بيدافع مش هيهبط بالمحله؟ ما هيهبط بالمحل. لكن ده قدم كرة كويسه، طلع لعيبه كويسه، مهم. عمل حاجه مختلفه، مهم. لا نحييه عليها ويمسك فرقه انا كنت تاني. بحلل له، لا راجل محترم. احمد عيد مم. يمسك فرقه، مم. عمل حاجه كويسه وصعد بفرقه غزل المحله ما كملش 3 ماتشات ومشي. كانش تقريبا خسر الا مش عارف بقول 20 ماتش ولا مالوش خسر. طب الناس دي يا جماعه، الناس دي كويسه، مم. اديها فرصه. وفي كتير، في كتير، بس انا يعني بقول لك اللي حاضرين في دماغي يعني. طب ما انا بشكر في الناس ده، ما بقطعش فيهم ليه؟ عشان الناس دي ناس كويسه مم. بس. طيب نرجع لفكرة الانتقال بتاع المدربين من مكان لمكان، تشوفه ازاي؟ هرجع تاني اقول لك العلاقات. انا مدرب عندي علاقات. مين الحلقة المفقودة في الموضوع؟ يعني ايه اللي بيسمح للفكرة دي؟ بعض ادارات الانديه بتشوف إدارات الأندية عاملة ازاي؟ فيهم ناس كويسه وناس واعيه وبدات تبقى واعيه، وناس، في ناس بتسوقهم، مم. في ناس حواليهم هي اللي بتمشيهم. طب تيجي نعمل كذا، طب تيجي نعمل كذا. في بعض مم. الانديه كان في نادي انا لعبت فيه، كنت بسمع يعني ايه، انا ما شفتش بعناية يعني، بس بسمع كلام بيتردد يعني، ما شفتوش انا، ما حضرتوش. مهم. ان في اوضه معينه، الناس معينه هي اللي بتدير النادي. يعني ايه أوضة معينة؟ يعني في ناس حوالين رئيس النادي ده، هم بياخدوا رايهم، فرأيهم طول الوقت هم وكلاء مثلا يعني؟ لا مش هو ناس بقى، ما اعرفش مين الناس، انا ما مم. اعرفش، بس الاوضه دي كانت هي اللي بتدير النادي مش رئيس النادي. مم. بس في ناس كويسه، في ناس بتدفع فلوس كويسه جدا، بتدفع ارقام محترمه، مهم. بس مش عارفه تدير، عشان برضه حواليها ناس مش كفء.
يعني يس يس. ناس كتير، انديه كتير كده. بس دي وجهة نظري في الموضوع ده. المدربين وبعض ادارات الانديه هم اللي في ايدهم يصلحوا كرة في مصر، هم اللي في ايدهم يبوظوا كرة في مصر. في ادارات انديه ناس محترمه جدا وناس شغاله على اعلى مستوى بصراحه. طيب قول لي، انت ناوي الفتره الجايه على ايه؟ انا رحت نادي بس واتفقت وخلصت معاهم وكل حاجه، بس اختلفنا على حاجات معينه في البنود العقد مهم. فما حصلش نصيب. هو نادي الوحدات الاردني. اوكي. اختلفنا والناس محترمه، رئيس النادي راجل محترم جدا، صورنا تقريبا مهم. والصور لا حد نزلها. دلوقتي عندي كام عرض تاني بس اوكي. لسه برضو بشوف العرض المناسب بالنسبه لي وان شاء الله ربنا ييسر الاحسن باذن الله. عايز اتكلم معاك كمان على بره الكوره، بيزنس بتاعك ايه اللي بيحصل؟ انا والله شغال على كام مشروع كده، برضو في مجال الكوره وفي حاجات بره الكوره يعني. مهم. شغال على فكره نادي بقالي فتره. تنشئ نادي. ماشي في خلاص يعني ان شاء الله اوكي. بعمله. كنت اخدت نادي قبل كده بس كان بنسب معينه، مهم. فبرضو اخدته كام سنه كده وخلاص الموضوع بقى يعني دلوقتي خلاص خلص. انا بقى دلوقتي بعمل نادي خاص بتاعي يعني، وشغال على كام مشروع تاني يعني بس بره مصر مش في مصر. حاجات بره مصر في السعوديه، بحرين مهم. مهم. كده يعني. وعندي برضو مشروع تاني براند بس مش هقدر اقول اسمه، ده ماضيين معايا يعني بقالهم 3 شهور او 4 شهور، ولسه ان شاء الله هنقدم المنتج الفتره الجايه هيدخلوا مصر من خلال يعني. مهم. مهم. بس دي بيجي لك عروض يا باسم ليك انت كشخص بقى كبراند ان انت تعمل حاجه انت كشخص؟ بيجي لي ايه اللي بيجي لك؟ بيجي لي حاجات لبس وكده بس انا ما تحب اللبس انت باسم؟ بحب اللبس بصراحه. اوكي. بس انا بحب الحاجه اللي هي عندها هدف، عندها طموح، عندها عايز توصل مم. لحاجه، مش اللي هو هوبا تعالى نتصور، تعالى مش عارف نعمل فوتو سيشن، تعالى مش عارف ايه اوكي. نعلن مش عارف. انا عايز حاجه تبقى حاجه مختلفه اللي انا مضيت معاها دي. براند سعودي مهم. لسه هنعلن عنه ان شاء الله الفتره الجايه، مش عايز اقول اسمه يعني. اوكي. نازل بكوليكشن جامد جدا جدا جدا، شوزات وكل حاجه ولبس بناطيل تيشيرتات كل حاجه. ده براند محترم يعني، ان شاء الله نعلن عنه الفتره الجايه يعني. ان شاء احتراما الله. للناس بس هم اللي يعلنوا، الناس السعوديين انا ما اقدرش بس انا قلت لك الفكره يعني. مهم. تفتكر ممكن في حياتك وانت شغال وانت بتلعب، آه، هل ممكن حد يقيم باسم على لبسه، على شعره، على ممكن بص يحبك يكرهك بص زمان طبعا. بص احنا عندنا برضو فئه كبيره قوي 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 قاعده ما بتعملش حاجه، هي مستناك على غلطه او مستناك انت تشوفك لابس لبس معين وانت بتعمل كذا، مع ان هو كان نفسه مثلا يلبس لبس انت لابسه بس يقطع فيك عشان مم. هو مش عارف يلبسه. في فئه كتير مش على اللبس بقى، على اي حاجه. مم. انت واحد يشوفك تلبس مثلا كاب مثلا، مم. هو مش عاجبه شكلك، انت مالك يا عم؟ الحته زي دي مهمه الناس اللي قوي بس. بيقعدوا الحته دي مهمه قوي. طبعا زي الناس اللي بيقعدوا مثلا يروحوا الفنانين مثلا يشتموه، يا ابني انت بتشتمه ليه؟ ما تسيب هو حر، انت مش راقب عليه. انت شوف نفسك، اشتغل على نفسك وما تشتمش الناس. ادخل في الكومنتات مثلا، الاقي مثلا انا عمري في حياتي ما بمسح كومنتات شتيمه مش شتيمه. انا في ناس بتروح قافله مثلا الكومنتات، في ناس بتمسح، انا ولا بعمل الكلام ده. مم. انا عندي اللي يشتم معلش انا مش هديك اهتمام او اوصل لك اللي انت اثرت فيا فالكومنت بتاعك مضايقني فانا اروح امسحه. انا عارف انا بعمل ايه وانت من جواك عارف انك بتعمل ايه. الموضوع ده ظاهرة صعبة جدا بشوفها مع ناس كتير بجد، تنمر مش طبيعي مم. على ناس بقى لعيبة كورة، ممثلين، مطربين. لا تنمر مش طبيعي من فئة معينة. الناس دلوقتي بدأت تعمل محاضر لناس، محاضر. طبعا مم. لناس بيشتموه في الكومنتات ولا حد بيقول عليه مم. حاجة ولا حد بيقول عليه حاجة. مم. لا موضوع خطر. بس انا بالنسبة لي بشوف ان ده هو الشخص ده اللي بيقعد يشتم في كومنتات ولا بيقعد يشتم على حاجه ولا بيقعد يقول راي مش عارف ايه، هو شخص فاشل ما عندوش اي هدف في الحياه.
قاعد بس ينقد الناس وخلاص. على عكس بقى فئه تانية جدا، شوفك لابس حاجه حلوه، لك الله ما شاء الله يا كابتن انت شيك قوي، انت انا نفسي ابقى زيك. اقول له ان شاء الله انت هتبقى احسن مني. فاهم قصدي؟ ان مهم. شاء الله انت مهم. هتوصل اللي انت عايز توصل له. ناس تانية في الكومنتات تقعد تقول لك مش عارف ايه، الله انت عربيتك جميله، او انت مثلا بتصور في مكان جميل، او انت مثلا مش عارفه. دي ناس جميله، دي ناس تبقى عايز تفهم انت ايه، تشوفهم تبوسهم. interesting. والله العظيم. مهم. مهم. فالفئتين موجودين، بس ان شاء الله الغالبيه يعني ان شاء الله تبقى الاحسن. ما بيحصلش ده مع اللعيبه الاجانب اللي بتيجي مصر، يعني اللعيبه الاجانب بتبقى عامله عشان ما شعرها. بيفهموش، بيتكلموش عربي. ما انا مره قلت لواحد ايه، قلت كان حد بيكلمني في الموضوع ده زمان، ها. بس انت بتعمل شعرك مش قلت له اعتبرني افريقي. كوفي كان بيروح لابس عامل مثلا شعره كده وشعره كده ها. ومش ها. عارفه ها. ايه، اعتبرني كوفي. ما بتكلموش كوفي ليه؟ ما انا مم. افريقي. مم. انا مش مصري على فكره، انا افريقي. انا من افريقيا والله العظيم ما بهزر. فهم بيركزوا، خد بالك في ها. لعيبه تانية برضو مصريه تعمل اللي هي عايزاه، بس الناس عادي متقبلها عادي ومش مهم. مم. مم. هم مركزين مع ناس معينه. على انت فكره انت مستفز باسم. هو انا كلامي بيطلع للناس اللي هو اللي انا مم. مستفز، بس انا مش مستفز، انا بتكلم عادي. مم. هو انا دلوقتي بستفزك في حاجه؟ انا ده لا. طبيعتي برضه. هرجع اقول لك الناس عايزه اللي يبان قدامهم مكسور وضعيف، ويطلع يعيط قدام الكاميرا وانا غلبان وانا. في ناس بتعمل كده هو من جواها اصلا ما تعملش. انا لو عملت انا كده وبصيت لنفسي في المرايه هستحقر نفسي جدا. لا، خليني اسالك في الحته دي، هو انت باسم ما بتحسش بلحظات ضعف؟ اكيد كل واحد فينا بيحس بلحظات ضعف، مم. بس عمري ما بينها لحد. ليه؟ عشان انا ما بحبش ابان ضعيف في عين حد، ما بحبش حد يقول لي. مم. ما سبحان بتعيطش؟ الله. مع نفسي. مم. بس انا ما بعتش كتير بصراحه الا في حاجات ما يعني ما حاجات بقى مش عايزين نتطرق ليها بقى، صلاه بتصلي مثلا، حاجات بقى قران. الحاجات دي هي حاجات دي مؤثره اصلا، اكتر حاجات بتخليك تتاثر ايه هو القران الكريم. انت فاهم؟ لكن انا ما في الحياه ولا تفرق معايا بربع جنيه. مم. يعني مفيش مثلا مدرب جه عليك فروحت البيت لقيت نفسك بتعيط، ده ايه اللي هو عمله فيا ده، انا ما استاهلش حاجه لا زي كده؟ مستحيل. مم. انا لو عملت كده خاصم نفسي، اقول لنفسي ما تكلمنيش تاني. والله العظيم ما اقدرش، ما اقدرش. انا ممكن اكتم غيظي، بس صراحه طلعه في حته تانية. يعني بقى اكسر حاجه، مم. اروح جيم، مم. اقعد اتمرن مثلا 3 ساعات 4 ساعات. المهم اللي انا اطلع غيظي، لكن اللي انا حد جه عليا. وبعدين اصلا انا في الطبيعي يعني ما عادش بدي لحد فرصه انه يجوا عليا. انت مدرب وانا لعيب، انت ليك كل الاحترام والادب في انك تلعبني او تقعدني. مم. ليك كل الاحترام مني مدير فني، احترمك واكبرك واقدرك، بس زي ما انا زي ما انت. مم. هكبرك تكبرني، هحترمك تحترمني، بس. وانت تلعبني ما تلعبنيش، دي رؤيه فنيه، دي حاجه فنيه بتاعتك انا ما اقدرش اتدخل فيها اصلا. بس ده كل علاقتي بقى ليها ازيد من 5 6 سنين. كل علاقتي مع المدربين كده، هو مدرب وانا لعيب. يلعبني ما يلعبنيش ماليش دعوه، دي مم. بتاعته. لكن انا اروح مثلا اقول له انت ما لعبتنيش ليه؟ زي زمان مثلا كنت انا بعمل كده، طب انا عايز العب، طب انا مش عارفه ايه، طب انا اعمل اشوط الكوره في الملعب. مفيش الكلام ده. هم بقى ما وصلوا لمرحله معايا مدربين ان هم عايزين يستفزوني عشان اعمل مشكله، عشان يلاقوا مبرر ان هم ما بيلعبنيش بيه. والله طب حصل. ليه هو حطك في دماغه مثلا؟ لا، ما هو شاف كل اللي حواليه يقول له ادي فرصه لباسم، لعب باسم. باسم بيتمرن كويس قوي، الواد ما بيفتحش بقه، ما انا عارف بيتكلمش. تمرينك، انا لا انا ما انا بهزرش في انا التمرين. عارف انا هو عارف اي حد اتمرن معايا يعرف الكلام انا ده. عارف. باسم مش مركز، طب اديله ماتش، طب اديله الكاس، طب اديله مش عارفه ايه. هو عشان يسكت الناس دي ما يقعدوش يزنوا على دماغه. هو برضه المدربين الفنيين بيبقى عندهم وجهه نظر معينه، لو شاف انك ما تلعبش مش هتلعب. بس مش ممكن ده يكون مثلا تخيل عندك، حاجه مثلا مش حقيقيه؟ لا ما هو انت ما تيجي كل ماتش تحطني في السكور، مم. تحطني في ال 11 اللي هلعبه، وتيجي يوم المحاضره تشني، انت كده عايز تعمل مشكله. مم. مش ممكن هو شايف مثلا رؤيه فنيه معينه كل مثلا؟ ماتش مثلا ومرنا مع الفرقه الاساسيه ومرنا الراجل التاني مع الفرقه الاحتياطيه. ما اعرفش.
ايه انا وجهة انا نظرك؟ بسالك لا طبعا وجهه مفيش نظرك. هو مفيش حاجه كده في الكوره، مفيش حاجه اسمها كده في الكوره. مم. انت ال 11 اللي يلعبوا انت لازم تلعبهم مع طب ايه بعض. اللي بيخليه يغير وجهه نظره في هو ثانيه؟ بقى عايز يبقى في مدربين بقى عايزين نوصلك مرحله ايه، انت تعمل مشكله في المحاضره مم. ده نوع من انواع اللي في مدرب عايزك تعمل هل مشكله. مثلا الرياكشن بتاعك، البادي لانجوج بتاعتك مثلا وانت قاعد بتسمع المحاضره مثلا منرفزه؟ لا هي مش كده. مم. هو بيبقى كل الناس اللي حوالين المدرب عايزينك انت تلعب، وشايفين انك انت لازم تاخد فرصه، والمدير الفني مش شايف انك انت ممكن تاخد فرصه. انا ال 11 دول اللي هيلعبوا، مم. بس هو المدير فبيبقى الفني عايز حاسس يكسب يا باسم. بالذنب. المدير الفني عايز يكسب. ماشي، لو انت هو شايف افضل على حد ليه فكره، مش هو هي؟ من وجهه مم. نظره هو شايف ان دول احسن وانا معاه، انا مش مختلف مم. معاه، مم. بس ما يجيش عليا. ما ممكن ده يكون تخيل، هو مش جاي ازاي؟ عليك. ما انا برضو تخيله يعني ازاي؟ مثلا ممكن تكون بتتمرن كويس جدا، تعمل حبيبي كل حاجه تخيله كويس جدا، بس ما يحطنيش في ال 11، مم. يبقى زي الناس الاحتياطيه الاحتياطي. مم. لكن هو بيحطك كل ماتش في تشكيله اساسيه، يجي يقول لك انت هتلعب الماتش الجاي، مم. الماتش الجاي اساسي. حصلت مع كام مدرب يا باسم؟ لا مش كتير، مش كتير. مين اكتر مدرب حصلت معاك؟ مش عايز اذكر اسماء تاني، ماشي. انا لسه قايل لك بقى مش عايز اذكر اسماء حد عشان ما ندومش قيمه اكبر من قيمتهم. ف بتحس ان انت اعلى من الناس دي باسم؟ لا مش اعلى من حد. مم. انا عمري ما حاسس ان انا اعلى من حد، بفضل الله الناس دي كلها اعلى مني، بس انا شايف نفسي راجل شخصيه مستقله بنفسي، انا مش محتاج حاجه من حد. الحمد لله ربنا سترني، عايش كويس، بحمد ربنا وعندي شكر بالحمد لله يا رب، وعندي رضا كبير جدا. لكن انا ما بشوفش لعيبه، ما بشوفش انا احسن من اللعيبه، مم. وما بشوفش نفسي احسن من حد، بس بتشوف نفسك مرن كويس، بس بشوف بتأدي نفسي انا راجل. كل الناس تقول لي انت لازم تلعب مثلا في الماتش الجاي. انت فاكر انا كنت بقول عليك إيه زمان؟ انت إيه؟ شبه مين في الستايل بتاعه؟ حسام حسن، بس انا احرف. ده كابتن حسام حسن لا فريق ده كبير اسطوره مش ده. هيجي زيه في مصر لا ده بصراحه. اسطوره، انا العميد ده اسطوره. شوف انا مختلف مع كابتن حسام حسن خالص، بس هو فرود جامد، قوي. فرود محترم، مم. لعيب كوره كبير قوي 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 قوي. مم. انا وانا صغير كنت بجيب فيديوهات اقعد اتفرج عليه. لا كابتن حسام حسن اسطوره، فاهم بقى الصح نقول عليه صح. انا لو طلعت معاك قلت لك كابتن حسام حسن ده لعيب كوره مش جامد، يبقى انا راجل كده بخرف وبقول اي كلام طب ومدرب؟ وعايز اضرب بوم لكن كابتن حسام حسن كلاعب كوره عالمي، فرود احسن ومدرب؟ من يمكن احسن فرود جه في تاريخ مصر. ومدرب؟ مدرب والله العظيم يا كريم، انا قبل كده كابتن حسام حسن عنده حاجات كويسه، بس كابتن حسام حسن هو رافض فكره ان انا ايه اروح اتطور. رافض انك تروح تتطور يعني هو ايه؟ حسام حسن، انا حسام حسن، هو فعلا مم. حسام حسن. لا اشرح لي دي، يعني ايه رافض انك تروح يعني تتطور؟ هو مثلا ما بيسافرش ياخد دورات، ما بيسافرش ياخد حاجه، فاهم قصدي؟ ممكن مم. يكون بيتطور ببطء، انا بقول لك وجهه نظر انا. مم. بس هو انت لو ما جيت تقارنه بالمدربين المصريين هو احسنهم، مم. هو من ضمن الناس الكويسه برضو مش وحش. مم. بس برضو انا فكره ان هو كابتن حسام حسن لازم يبقى اجمد من كده يبقى اجمد من كده؟ طبعا. مم. في ايه، في انهي ناحيه بالظبط؟ في حد الفنيه، انا ما النفسيه، اتمرنش معاه بقالي كتير، انا مم. بتكلم على لا الفتره في اللي بتاعت الفتره اللي انت كنت زمان. لازم حاجات كتير اتطور، دخل محلل اداء معاه. ما بيحبش هو محللين اداء. لازم هو معلش بس هو معاه دلوقتي انت بتاعي في المنتخب محللين اداء. يسمع منهم، مش مم. مهم انك يكون معاك المهم انك تسمع منهم. مم. محلل اداء ده مهم صح. جدا صح. جدا جدا جدا. مم. محلل اداء اهم، يمكن اهميته من اهميه المساعد المدرب. طبعا. محلل اداء شغلانه لازم يتبص لها بصه محترمه، ده حقيقي. لازم يسمع منهم، ولازم يجيب له لقطات معينه، ولازم هو اللي يحلل الخصم، لازم حاجات كتير. مم. ما يجيبش ماتش اللاعب يتفرج عليه ساعه ويقعدوا ساعه في المحاضره يتفرجوا على الماتش ولا ساعتين. هتقول لي هم عندهم ايه، هم وراهم ايه يا حبيبي مش قصه وراهم ايه، هي القصه في اللي انا عايز اعرف نقط الضعف ونقط القوه فين بتاعت الفرقه التانية. مم. القصه ان في حد لازم يشرح لي النقط دي، انا لعيب كوره مش هعرف اشرح النقط دي. مم. بس هي دي القصه بقى، هو ده التطور اللي انا عايز الكابتن تكتيكيا لازم حاجات كتير. مم. مش كابتن حسام، انا بتكلم عن معظم المدربين، معظم بس المدربين. كابتن حسام احسنهم. انت عايز تبقى مدرب يعني يا باسم صح؟ اكيد لازم بص لازم ابقى مدرب، لازم تبقى مدرب. لازم ابقى مدرب. عارف ليه؟ عشان اعرف الناس التدريب ده اسهل حاجه في مش اسهل حاجه. لو انت راجل اتعلمت
ورحت اتعلمت تدريب ودرست تدريب، هتبقى مدرب شاطر قوي يا كريم، هتبقى مم. فارق قوي عن المدربين المصريين. ايه اللي ميز الكابتن ايهاب عن المدربين المصريين هناك؟ الله يرحمه. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه. هو كان ايه، بيدرس في امريكا انا عارف. كل 3 4 شهور يسافر. مم. كابتن علي ماهر نفس القصه، كابتن هيثم شعبان نفس القصه. بعد ذلك ناس، انا ما اعرفش الكابتن علي، بس انا اسمع ان هو بيسافر دورات بره الكابتن علي. اللي اعرفه كابتن هيثم بيسافر على طول ياخد كل الدورات. مم. مثقف هيثم. طبعا. الناس يعني فاهم، كابتن احمد عبروف نفس القصه. الناس دي عايزه تعمل حاجه، لكن احنا التانيين لا لا لا، لا تقسيمه واربعة على اتنين لا لا، ويلعب ياخد بقى نلعب على بسبوسه وكنافه والكلام ده. يعني ايه يلعب على بسبوسه وكده؟ يعني بنلعب تقسيمه، اللي هيكسب هجيب له بسبوسه او هجيب له اه. رز بلبن او هجيب له، اقسم بالله العظيم الكلام ده اه. بيحصل في الانديه. اه. المدربين، اي مدرب جامد اعرف اول ما اقول لك مفيش تقسيمه اعرف ان المدرب جامد. مم. مش حشو، لا هو بيعمل تكتيك. مم. هو بيعمل اللي انت هتقابله في الماتش، وقبل الماتش بيوم بيعمل لك تقسيمه عام على الملعب بقى كله، بيعمل تكتيك معين، مم. بيوقفك وقفه معينه، بيحضرك ماتش بطريقه معينه. لكن كل مدرب كل يوم تقسيمه، كل يوم تقسيمه، كل يوم تقسيمه، ده انت كده بتحشي التمرين. مم. انت كده ما عندكش حاجه تعملها فبتعمل تقسيمات. مم. مش كل يوم التقسيمه كل يوم دي. اعرف ان المدرب لو بيعمل تقسيمه كل ده مش مين اكتر حد كنت بتلعب معاه تقسيمات؟ ده كتير. مم. كتير طبعا. اكتر حد؟ معظم المصريين، مم. معظم المصريين بيعملوا تقسيمات. الاجانب ما بيعملوش كده؟ بيعملوا بس مش كل يوم. مم. بترتاح انت اكتر مع الاجانب؟ اه طبعا. والمدرب المصري اللي هو عايز يديك حاجه معينه. المدرب المصري اللي عايز يديك حاجه، يديك معلومه، يديك حاجه تتطور بيها. يا راجل فريرة اول ما جه مصر قال لنا انتوا ما بتعرفوش تلعبوا، هو كل الاجانب اصلا انتوا ما بيجوا يقولوا نفس بتعرفوش، الجمله انتوا ما دي. بتعرفوش تستلموا مم. وتسلموا. ودي مم. حقيقه. انت عشان تستلم لازم جسمك يبقى واقف بطريقه معينه، تلف بطريقه معينه، مم. تتحرك بطريقه معينه، تنزل تقف بوزيشن معين في حته معينه. لكن احنا هنا في مصر ادي الكوره للسردباك والعب قدام جون ضربه مرمى طويله طويله، الفرود يلمس. والكره التانية انت عارف ده كان زمان 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 في الدوري الانجليزي. اه طبعا. زمان، عارف انت من قرن مثلا فات. مين لكن اللي دلوقتي غيرها بس؟ جوارديولا ابن اللعيبه. طبعا. ابن اللعيبه. لا جوارديولا طبعا طور في الكوره بطريقه مش يس. طبيعيه. يس. يس. طب مع ان انا بعشق مورينيو، سبيشال 1. بعشقه عشان هو شخصيته برضو انا بحبها. يعني انا ما بحبش شخصيه جوارديولا خالص. طب ما كابتن حسام قريب من نفس الشخصيه الشخصيه اللي فيها حماس نفس الشخصيه. ماشي، انا ما اختلفتش على كابتن حسام خالص، بس انا بقول لك انا بحب شخصيته. ما انا بعشق شخصيه كابتن حسام حسن. مين قال لك انا ما بحبش شخصيه كابتن حسام حسن؟ ما حدش بيختلف على شخصيته. بص الناس كلها بتحب كابتن حسام حسن هو شخصيته الناس كلها بتحبها. يس. بس انا بتكلم في التدريب بقى، وفي الكوره، وفي مش عارفه ايه يس. الحاجات دي. لكن هو شخصيه مع ان انا اقول لك حاجه، انا عامل مشكله كبيره جدا مع كابتن حسام حسن على فكره. شوف انا بشكر فيه بقى لي يجي 10 دقايق، بس انا عامل مشكله كبيره جدا معاه. تفتكر لو في المواقف اللي زي دي، بلاش نتكلم على موقف باسم مرسي تحديدا، بس يعني في المواقف اللي شبه دي، هل وجود المعالج النفسي او الطب النفسي في حاجه زي كده كانت هتفرق؟ بص ما كانتش هتفرق عشان الموقف ده حصل فيه فعارف انت لما تشيل مثلا، اقول لك ايه، حصل كلام شديد شويه والفاظ، فخلاص بقى ما نفسي مين اللي هيسكتنا في الوقت ده؟ خلاص. ما هو النفسي مش لازم يكون الطلقه للاعب. طلعت. مش لازم للاعب. لا مفيش حد عارف يسيطر. اي حد شغال مع مدير فني بيبقى خايف منه. اي حد في الجهاز ولا الطاقم الطبي ولا الكلام ده، كل دول بيخافوا من المدير الفني. محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، عشان يقول له انت حتى لو غلط. عارفهم بيحسبوها ازاي؟ انا اللي جايبك، انا اللي بقبضك اخر، اقسم بالله العظيم انا اللي بقبضك اخر الشهر. يعني الموضوع مش مهني. لا مش مهني طبعا. طبعا ما باينه قوي الناس كتير يعني. مجال الكوره صعب. لما تبقى مدير فني هتجيب حد نفسي معاك يشتغل؟ طبعا. هتديله مساحه؟ طبعا. شايف طبعا. نفسك ستايل عامل ازاي لما تبقى مدرب؟
مش شايف نفس الستايل، شايف نفسي انا ممكن اقدم ايه وانا مدرب. مم. انا مش مستوى المدرب، انا لسه باخد خبره في موضوع التدريب، بتعلم تدريب. الكلام ده اصلا من فتره مش من دلوقتي. اما ابتديت افهم في التدريب والحاجات دي، بقيت اكتشف عيوب المدربين، هم مم. قد ايه هم مش شطار يعني في الشغلانه دي. بس انا لا، انا ابقى ساعه ما اقرر خلاص هاخد الخطوه بتاعت انا ابقى مدير فني او اشتغل في كاس حد محترم، وده غالبا يعني عمري هيبقى صعب جدا. انت هتشتغل مع حد؟ لا، ما انا بقولك هيبقى صعب جدا، لازم حد يكون مستحيل يا لازم يكون باسم. حد انا بحبه قوي قوي ها. قوي قوي قوي، ها. وحد يكون أنا فعلا بجد شاطر، مم. شاطر جدا. آه... لازم اكون اتعلمت كويس قوي، لازم اكون درست الموضوع كويس قوي، هل انا هينفع في الشغلانه دي ولا مش هينفع. بس انا مش فاتحه صدر، مم. وانا ما اتعودش ادخل في حاجه وافشل. فحتى اي حاجه عندي، الحاجات اللي انا بعملها بره الكوره، فالموضوع مش سهل. مم. عشان كده لازم اتعلم كويس جدا، عشان يوم ما اجي امسك فرقه لو فشلت الناس هتهني. انا لسه عايز اسالك، انت يعني ماسك المدربين، بتقول كلام عليهم بفكره ال ال لا انا مش بقطع، الكفاءه. بص انا عارف، انا انا بقى انا عايز بتكلم على الكفاءه، تطور في التطور والكفاءه. المدربين. طب لما انت بقى تبقى مدرب، هت يعني لما حد يطلع بقى يقول ده باسم بيعمل وباسم هو اكيد ناس هتطلع تنتقد، مم. انا مثلا غلطت في ماتش، غلطت في بتاع، انا ما عنديش مشكله. مم. بس ان هيطلعوا يقولوا باسم ده اللعيبه، سيبك من النقاد وسيبك من اللعيبه، تطلع دلوقتي تقول عليك انت مدرب وحش. مم. انت مدرب وحش ازاي بقى؟ انت لازم من الاخر تملى عين اللعيبه اللي معاك. مهمه دي جدا. مهمه جدا 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 جدا. ف اسال اي لعيب مصري، قول له المدرب اللي عندك ايه رايك فيه. شوف اقول لك ايه. طيب خلينا بقى في السنه دي نكمل على فرق الدوري. شايف مين اقوى فرقه، مين هيروح فين، مين توقعاتك؟ الدوري السنه دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ بس هيبقى المنافسه تبقى هي الثلاثه اللي قدام، الثلاثه اللي زمالك اهلي بيراميدز. الزمالك بيجي في المقام الاول بالنسبه لك؟ اه طبعا بالنسبه لي هو في المرتبه الاولى. التفصيله دي محدش ياخد باله منها، ان لا انت تقول اسم الزمالك الاول. لا طبعا هو الزمالك هو بالنسبه لي احسن نادي في مصر. ده بالنسبه لي انا، عشان بس ما حدش يقول انت بتشتم لا يا جدعان، انا الزمالك بالنسبه لي احسن نادي في مصر. الحاجه التانية بقى الانديه بقى اللي هي التانية مثلا، برضو يعني على اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، سيراميكا هيبقى له دور جامد جدا السنه دي. تحب الكابتن علي ماهر؟ انا والله ما اعرفه، يعني اعرف طبعا الكابتن علي ماهر طبعا، بس ما عمري ما اتمرنت معاه. م. بس هو بيقدم حاجات كويسه، فانا دايما احب اشيد بيه. انا بحب الناجح. هو اصلا ما حدش بيجيب سيرته، يعني هو الراجل ده مظلوم مش واخد حقه. ان شاء الله الكابتن هيثم شعبان برضو يعمل مع طفره الجيش. كبيره جدا مع طلائع الجيش. الاسماعيلي اتمنى 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 ان هو يبقى في حته كويسه السنه دي وما ينافسش على الهبوط. النادي برضو من الانديه الكبيره. طبعا بقى الانديه المصري، الاتحاد، طبعا الانديه الشعبيه دي هي رقم واحد بصراحه. بس دي الانديه اللي هي المفروض يعني تبقى في الحته اللي فوق. شايف الارقام اللي موجوده دلوقتي في سوق الدوري المصري تتناسب مع لا ما الحكايه اللي احنا تنسبش عايشينها طبعا، دي؟ ما تنسبش طبعا. لا في ارقام كبيره جدا بتدفع في مصر، وانت الدوري ضعيف، وانت الدوري مش احسن حاجه بقى. انت بتدفع دلوقتي 100 مليون و50 مليون و70 مليون و80 مليون، انا ما عنديش مشكله ان شاء الله اللاعب ياخد 200 مليون، اللي ربنا يبارك له. انا بالنسبه لي ولا بالنسبه لي عادي جدا. بس انت الدوري بتاعك دوري مش جامد. م. دوري لسه برضو، الدوري المصري كان يعني زمان كان اجمد من دلوقتي. المواهب بتقل، ده حقيقي. الناس ما عادش في لعيبه جامده بتطلع. ليه؟ روح دور على قطاعات الناشئين، روح شوف مين اللي بيطلع لك دلوقتي. انت دلوقتي عندك خمس محترفين. عندك 5 وعندك 3 تحت السن. انا بقول عندك او 2 محترفين، تحت هم لو السن. لعبتهم كلهم هيبقى اصلا م. انت نص الفرقه عندك اصلا اجانب. م. م. فانت لازم تراجع نفسك في حاجات كتير. انت كناس مسؤوله عن الكوره في مصر، الناس اللي بتدير لازم تدير صح.
لكن مش كل سنه يبقى هو نفس القصه ونفس ال الماتشات اللي انت اصلا بتقعد تتفرج عليها اصلا تعرفش مين دول، مين اللي م. ايه اللعب ده، ايه الملاعب دي عامله كده ليه، م. الحاجات دي كلها. م. فالدنيا بصراحه في مصر، الناس المسؤوله عن الكوره في مصر بصراحه لازم يهتموا السنه دي. انا الناس اللي ماسكه دلوقتي بصراحه ممكن يكونوا يعملوا حاجه كويسه السنه الجايه. يعني الناس دي عندهم خبره، م. عندهم خبره وعندهم وعي كويس، وممكن يعملوا حاجه كويسه. خلينا اكلمك على سكواد النادي الاهلي. هو اكتر نادي عمل سكواد، فلوس كتير، لعيبه كتير. شايف انه يتناسب مع الفرق التانية اللي بيلعبها السكواد ده تحديدا النادي الاهلي؟ بص، الاهلي ما بيجيبش للدوري المصري، م. الاهلي بيجيب اللي هو عايز ياخد افريقيا، م. عايز يوصل كاس عالم، م. عايز ينافس على اي بطوله يخش فيها. هو الاهلي ما بيجيبش اللعيبه على اساس ان انا عايز اخد الدوري. هو الاهلي في دماغه إن الناس دي بيحطوا الفلوس دي على اساس ان هو انا بلعب افريقيا، بروح بوصل كاس عالم، م. عايز اخد كل سنه الدوري وافريقيا وكاس عالم. دي حاجه على فكره كويسه، الاداره مش حاجه وحشه، م. بالعكس هم بيخططوا كويس. بس لو هو على الدوري المصري مش هيجيب الناس دي كلها. مش ده، مش بقول لك عشان حاجه، هو الموضوع. ما هو الزمالك معلش ما عندوش نص الميزانيه بتاعه الاهلي وبياخد الدوري عادي، من سنتين خد الدوري ولسه واخد الكاس فاهم؟ الاهلي عنده فلوس تخليه يجيب الحاجات دي، تخليه يجيب الناس اللي بفلوس كتيره. بس هو باصص لهدف ان انا راجل بوصل افريقيا، بوصل كاس عالم. فهو انا بجيب يعني عشان انافس على كل البطولات، ودي حاجه كويسه الاداره، حاجه تحترم بصراحه. بيراميدز بقى هو المنافس الرئيسي للنادي الاهلي، والزمالك بقى مش موجود تقريبا. لا طبعا، لا طبعا، ازاي هو اصلا لسه كسب بيراميدز واخد منه الكاس؟ م. بس المنافسه الحقيقيه على ارض الواقع. لا، الزمالك بجمهوره احسن نادي في مصر بجمهوره. طبعا. طب وادارته؟ لا، ادارته في ناس تحكم عليها تقول لك لا الاداره وحشه، وناس تحكم عليها تقول لك الاداره حلوه. انا بالنسبه لي الاداره اللي مش هتعرف توفر فلوس وتجيب موارد يدخل نادي الزمالك هتبقى اداره مش ناجحه. انت لازم جيت في المنصب ده لازم تحاول انك انت تجيب فلوس وتدفع للعيبه الرواتب بتاعتها، وده اللي بيحصل دلوقتي. ده على حد علمي يعني، م. ان ده دلوقتي هو اللي بيحصل. ف خلينا نشوف. ايه رايك في تعيين جون ادوارد مدير رياضي؟ بص، انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده اديني. كبيرة، متعني. كبيرة. متعني. انا مش مع 100% ومش ضده 100%. م. بمعنى عمل حاجات صح جدا وعمل حاجات غلط جدا. انت راجل عايز تعمل سيستم وتعمل نظام، بس ما تجيش تقول لي مشي كل الناس ولاد نادي الزمالك. انا تعبت في النادي، مش من حقك. م. امال انت اما تروح تجيب لعيب وتيجي تقول له تعالى نادي الزمالك عشان اما تبطل تطلع من الباب الكبير وتبقى ليك تاريخ في النادي وشغل جوه النادي، انت بتجيب اللعيبه دي ليه؟ ما انت بتجيب اللعيبه دي عشان تاريخ نادي الزمالك. ولاد نادي الزمالك فين؟ انا بالنسبه لي ما بقولكش خد كل الناس، بس م. في ناس كويسه ولازم تاخد فرص. ممكن اقولهم لك كابتن عبد الحليم علي، اديله فرصه. ده جميل. اشتغلت مع مودرن، ده هات جميل. الكابتن حلمي طولان يبقى موجود. انا بس لك اسماء ناس انا مش في ناس كتيره جدا. انت اتدربت مع كابتن حلمي؟ لا بس لما اخلص النقطه دي لا هقول لك. بس قول لي بس الاول، لا اتمرنت لا معاه؟ لا لا، ما تمرنش معاه خالص. اوكي. هات مثلا الكابتن جمال حمزه. م. في ناس بقى كتيره قوي، انا بس مش عايز حد يزعل. في ناس اشتغلت في النادي قبل كده يا عم ما نجحوش، طب تجنبهم شويه. لكن في ناس تانية لازم تجيبها، ولازم انت ما تبقاش انت في وش كل حاجه. م. وانت بالنسبه لي انت دلوقتي جيت مشيت كل ولاد نادي الزمالك. انت دلوقتي لما تيجي تجيب لعيب هتقول له ايه؟ هتقنعه ازاي ان جوه نادي الزمالك لو الفلوس بتاعتك قليله؟ هتقنعه ان انت جاي نادي تاريخ، جاي نادي اساطير، جاي نادي ليه بينافس على البطولات، جاي نادي عنده جمهور بالملايين، في نادي ولاده كلهم موجودين في نادي الزمالك. م. اما تبطل كوره ويبقى ليك بعد الكوره، مين هيبقى بيتك؟ نادي الزمالك. فانت دلوقتي شلت كل ده، انت شلت كل ده. اي لعيب هيجي لك دلوقتي تيجي تقول له ايه؟
هتقول له تعالى نادي الزمالك عشان نادي الزمالك ده بيحمي ولاده وبيشغل ولاده وبيوقف ورا ظهر ولاده. مش كلهم، ارجع تاني اقول لك مش كلهم، في ناس تستحق الفرصه في نادي الزمالك، في ناس خدت فرص خلاص، خدت فرصته خلاص. بس نادي الزمالك مش حقل تجارب، يعني مش هفضل اجيب الناس لا بس معلش، مم. انا مش انا مش بقول لك ع... وجهة انا نظر، بس انا مش مش عايز دي مش اديك وجهة مثال، نظر انا انا. مش عايز اديك مثال بانديه تانية، مم. مش عايز اديك مثال بالانديه التانية. مم. بس انا بقول لك نادي الزمالك لازم يبقى موجود فيه ولاده موجودين فيه. مم. ما تجيش تقول لي انا هجيب كل العناصر من بره، لا انا معاك في اللي انت تحجم الرواتب، معاك اللي انت تدفع فلوس اللعيبه الاول، ده الشق اللي انا معاه فيه. معاك ان انت تعمل نظام، تعمل سيستم، كل المتاخرات تدفعها، كل ده معاك زي الفل. مم. حاجه ايجابيه. سقف العقود عندك لازم تحط رقم معين، 25 مليون، 20 مليون، حاجه كويسه. اللي يقبل يقبل واللي يمشي يمشي، دي حاجه كويسه وانا معاك فيها. لكن اللي مش معاك فيه انك انت تروح تجيب كل الناس من بره النادي. مم. ولا واحد في الزمالك يصلح يمسك يا كريم. لا طبعا في امال انا ده تعبت ليه في النادي؟ ده في معلش، انا اساطير انا يعني. دلوقتي انا تعبت في النادي مم. وشقيت في النادي وطلع عيني في، وجبت بطولات في النادي وعملت اسطوره النادي والناس تعرفني عشان انا اصلا لعبت في النادي الزمالك. تيجي بعد كل ده ولا ما انت يا كابتن كريم، احنا دلوقتي نادي الزمالك ده غني بمين؟ بجمهوره وبولاده. انت دلوقتي شلت حاجه من الاثنين. فانا لاولاد نادي الزمالك لازم يبقوا موجودين، وحقهم، حقهم يبقوا موجودين. انا راجل تعبت في النادي. انا ما بطل كوره، انا باسم مرسي ما اجي ابطل كوره اول حاجه افكر فيها ايه؟ اشتغل في ناديه، اروح اقعد في ناديه. انت بتعتبر نفسك من ولاد نادي طبعا، الزمالك؟ طبعا، طبعا. هو مش ابن نادي الزمالك ده اللي هو متربي في الناشئين نادي الزمالك. هو انا ممكن اجيب لعيب من الاهلي يجي يعمل لي طفره كبيره جدا 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 ويفرح جمهوري ويجيب لي بطولات، ده انا اعتبره من ولاد نادي الزمالك. ما انت تعبت في النادي. مش شرط انا ممكن اطلع من الناشئين والعب سنه سنتين ثلاثه في الزمالك وما اعملش اي حاجه وامشي، مم. كده ابقى نائب نادي الزمالك. لكن انت رحت عملت بصمه، ساهمت في بطولات للنادي، لا انت كده محسوب على نادي الزمالك طبعا. لكن انا مش مع جون. وبص بقى، مش هقول لك بقى زي الناس اللي بيقولوا بقى جون، اصل جون واقف في فاركو، اصل جون مشي لعيبه مشي لعيبه من فاركو وشاكين النادي دلوقتي. انا مش دعوه، مش دعوه بالكلام ده كله. انا دلوقتي جبت راجل مسؤول عن الكوره، ما عنديش مشكله، بس يجيب ناس معاه من ولاد نادي الزمالك. دي النقطه بتاعتي اللي انا فيها ضد جون. غير كده هو راجل كل اللي بيعمله ما عنديش مشكله فيه. هو مش مدرك، هو مش مدرك مع اول وقع عليه ايه اللي هيحصل. والله العظيم هو عارف اول وقع ليه واول اخفاق ليه. هو مش الجمهور هيستحملك بصراحه، بس تاني مره الجمهور مش هيستحملك، مم. تالت مره الجمهور مش هيستحملك. فهو دخل يا تسيب يا تخيب. بس برضه في الاول والاخر حتى لو صابت لازم تكون معاك ابناء نادي الزمالك الكويسين، الناس اللي عايز تاخد فرص. لو مش جون ادوارد، اديني اسم يقوم بنفس الدور اللي جون ادوارد بيعمله دلوقتي، اسم هو ده اللي ممكن يعملها. اي حد متطور يعرف يعمل اللي جون بيعمله. اديني اسم، فلان يقدر. انا ما اعرفش اي حد هيحط سيستم ويحط نظام هينجح. اي حد. جون كل اللي بيعمله ايه؟ عمل سيستم وسقف عقود والناس في ظهره. هات انت ابن من ابناء نادي الزمالك واديله كل الدعم اللي انت مديه لجون كاداره وكناس مسؤوله. عبد الشافي خلص راح فين؟ لا عامة مم. عبد الشافي كده كده هيبقى موجود في النادي وهيمسك في النادي دلوقتي بعد مم. كده، وهو تقريبا ماسك في الجهاز حاجة كده مش عارف مم. بالظبط. بس انا مش معاه ان هو يجرد نادي الزمالك من ولاده. يعني انا لا، ما بقولكش كل الناس، مم. على الاقل خلي معاك ناس عندها خبرة، ناس تقدر تستحمل الضغوطات، لو حصل اخفاق هم يطلعوا يتكلموا. في ناس كتير، في انا مختلف مع كابتن ايمن يونس مثلا طلع اتكلم عليا. كابتن ايمن يونس فين؟ مثقف كابتن ايمن. طبعا، بصرف النظر عن هو راجل تعب في نادي الزمالك. كابتن عبد الحليم علي، محمد ابو العيله فين؟
انا بقول لك اسماء اصلا نهوت، يعني كابتن جمال حمزه. الناس دي كلها يا جماعه، الناس دي صغيره ولازم الناس تديها فرصه. كابتن حازم امام ما كملش ليه؟ انت فاهم قصدي؟ ميدو نفس ناس كتير كويسه. بس انا اعتراضي الوحيد ان هو جه مشى كل الناس، كله ده اللي انا سمعته. بس هو عمل حاجات كويسه، عامل حاجات كويسه، عامل حاجات عجباني، عامل حاجات عجباني. انا مش بنتقده انا خالص. فاهمك، انا فاهمك. انت بتقول ان هو هو كان كان لازم بس عايز حبة جنبه يعمل من بالانس، توازن. يس. توازن. يس. انت اعمل اللي انت عايز تعمله، بس خلي معاك ناس ميك كويسين يا سيدي، اللي انت شايفهم كويسين في نادي الزمالك. يعني انت دلوقتي يا كريم لما بتروح نادي الزمالك، انت ما بتعرفش واحد. فلازم يبقى عندك ناس موجوده في النادي، ناس اساطير في النادي. انت دلوقتي انت دلوقتي آه... لا قدر الله، لا قدر الله فشلت، لا قدر الله، ايه اللي هيحصل؟ هنعيد الموضوع تاني من اول وجديد؟ هنجيب ناس نعلمهم تاني ونبدا الموضوع من الصفر تاني؟ ما انت دلوقتي بتبدا من ولا شيء. طب لا قدر الله، لا قدر الله فشلت، وانت مشيت كل الناس اللي في النادي الزمالك، ناس كانوا خدوا خبرات وناس اتعلموا شويه ومش عارفه ايه، انت لا قدر الله فشلت مشيت، هنعيد تاني الموضوع من اول وجديد؟ طب ما خدتش ليه من الناس الكويسه يكملوا على اللي هم بداوه ويكملوا معاك؟ لكن فشلت لا قدر الله، يجي نعيد الموضوع تاني من اوله ونجيب بقى ناس تاني ونعمل لجنه جديده ونجيب مش عارف ونبدا تاني من الصفر. لازم يبقى فيها كابتن ثوابت، لازم يبقى في ناس موجوده. أم، انتخابات الزمالك ورئاسة نادي الزمالك، لو تخيلنا اسماء مثلا زي الدكتور مدحت العدل، ميدو، آل مرتضى منصور، احمد امير، مين من وجهة نظرك افضل حد ممكن يكون موجود؟ لا بص يا كريم، انا افضل حد بالنسبه لي اللي هيجي وينجح ويشتغل. يعني الاداره اللي موجوده دي لو نجحت واشتغلت بتطلع لك اداره جامده جدا. زي ما انا بطلع اقول اداره المستشار مرتضى منصور اداره كانت جامده جدا عشان كانت ناجحه بالنسبه لي. هما الناس دي لو نجحت هقول عليهم الناس ناجحه جدا. اللي هيجي برضه هينجح، لكن انا ما اعرفش اختار لك اقول لك حد ده هيبقى كويس، ما اعرفش، محدش يتوقع. يعني لو هترتبهم مثلا معلش واحد انا اتنين برضه تلاتة. هرجع اقول لك حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من 5 دقايق. لو في سيستم لاي رئيس نادي بيجي نادي الزمالك هيكمل عليه. لكن هو دلوقتي انت بتيجي بتبدا من اول وجديد، فلان بيمشي فلان بيجي، بيلغي الحوار الفلان ده وده يبدا تاني من جديد. محاور جيد انت، بس اديني 3 اسماء لا رتبهم والله لي، ما اقسم بالله، رتبهم لي. ما طب اقسم بالله رتبهم ما لي، اعرف. رتب 1 2 3: احمد امير، الدكتور مدحت، ميدو. لا هو احمد وامير انا يعني كده كده. امير ممكن في المستقبل ينزل اللي على الرئاسه، بس هو دلوقتي مش هينزل على الرئاسه. مم. هو مش دكتور هينزل. مدحت، ميدو. الدكتور مدحت العدل، اه الدكتور مدحت العدل كويس، الاستاذ عمرو الجنيني كويس. الناس دي انا اعرفهم يعني، الناس دي ناس محترمه جدا. المستشار مرتضى منصور لو حب ينزل تاني يبقى كويس جدا. بس هما دول ابرز ناس. ما اعتقدش ان احمد وامير هينزلوا دلوقتي طبعا. ف الناس اللي موجوده دي لو نجحت السنه الجايه ممكن يكملوا عادي جدا. انا بص اللي هينجح في نادي الزمالك هقول له بص انت كويس جدا وانا في ظهرك ومعاك والناس كلها في ظهرك. اي واحد زملكاوي كريم او بيحب الزمالك او منتمي للزمالك هو عايز يشوف النادي بتاعي ناجح، مش دعوه باداره. انا عايز فريق كوره اشوف بيكسب، بيجيب بطولات، ولا اعرف بقى المشاكل ولا اعرف فيه فلوس ولا اعرف هو المشجع كده. فالموضوع احنا عايزين الموضوع ينجح باي حد. ان شاء الله. انا مبسوط جدا يا باسم ان انت معايا النهارده. حبيبي يا كيمو، صاحب طفوله. يا رب طبعا. بس البودكاست ده يعجب الناس، ان شاء الله. ما تهاجمش عليه. ان شاء الله. ان شاء شكرا الله. يا باسم. حبيبي يا كريم، تسلم يا حبيبي. شكرا. شكرا يا حبيبي.